تخيل معايا كده عيل فسفس صغير ساموراي كان عايش في الغابة، وأبوه كانت قفشت معاه إن هو يسفره للمدينة. ولما ولدنا بيروح على المدينة بيلاقي عيل متنمر أجرع اسمه إونيمارو، فولدنا طبعا علشان سفاح بنشوف إن هو بيحط عليه. فالعيل الأجرع بيروح يعمل عقد مع الشياطين وبيرجع علشان يحط على ولدنا. فيا ترى إيه اللي هيحصل في الحكاية دي؟ ويلا بينا نبدأ سرد الحكاية. وبيبتدي الانمي بتاعنا وبنشوف ولدنا الصغنون اللي بيكون اسمه يايبا بيكون عمال يلعب في الغابة، وبنعرف ان ده اصلا من التدريبات بتاعته. ولما ولدنا بنشوف ان هو بيكون عمال يسأل ابوه عن سبب النط بتاعه اللي قاعد بينطه ده. ابوه بيقول له ان انت لازم تكمل نط يالا، وانت هتعرف تمن تدريبات دي بعدين. بس بنشوف مرة واحدة ان في قرد ضخم بيكون ظاهر وراه، بس ولدنا السفاح بنشوف ان هو بيكون حاسس ان في حاجة جاية وراه. وبنشوف ان القرد بيكون بيحاول ان هو يهجم على ولدنا، بس ولدنا السفاح بنشوف ان هو بيقدر ان هو يتفادى الهجمة بتاعته. وولدنا الصغنون بيكون بيحاول ان هو يتفادى كل الهجمات اللي جايه له من القرد المعفن ده. ولما بيكون بيحاول ان هو يهجم عليه بنشوف ان القرد مره واحده بيروح قافش ولدنا ورميه في السماء. ولما ولدنا يبقى بيكون في السماء بنشوف ان بيجي نسر غريب بيلقفه، وبنعرف ان ده صاحبه. بعد كده بنشوف ان في نمر غريب بيكون بيهجم على القرد ده، وولدنا بنشوف ان هو بينزل من السماء على دماغ القرد المعفن، وحرفيا بيقدر ان هو يفنشه. وولدنا بيكون مبسوط جدا ان هو قادر ان هو يهزم القرده المعفنه دي. وابوه بعد كده بيكون عمال يديله شويه نصايح على ازاي يقدر ان هو يعيش في الغابه، بنلاقي ان في قرود كتير جدا بيكونوا ظهروا ورا ابوه. فبنشوف ان هم كلهم بيقولوا يا فكيك وبيتكلوا على الله، وبنلاقي ان هم بيكونوا مستخبيين جوه صندوق. بس للاسف بنشوف ان هو بيتقفل عليهم الصندوق ده من عمال التنظيف، وبنلاقي ان هم بيتشحنوا جوه العربيه. وبتتنقل بينا الصوره بعد كده البنوته صغيره، وبنعرف ان البنوته دي بيكون اسمها سياكا، وانت اصلا بتكون مستنيه ابوها. والبنوته بتكون عماله تبارك لابوها علشان كان قدر ان هو يكسب في مسابقه للمبارزه. بس الاب بنشوف ان هو بيكون بيغلي اصلا وبيكون متضايق. وبتتنقل بينا الصوره جوه المطار، وبنشوف ان الناس بتكون عماله ان هي تتنطوح، وبنعرف ان سبب النطوحه دي ان ولدنا الصغير عمال يضربهم. وولدنا الصغنون يايبا بنشوف ان هو بيروح لابو البنوته سياكا وبيقول له تعال يا ولد تعال، وبيكون راح له علشان حاسس ان هو شخص قوي. بس بنشوف ان بنوته الراجل ده بتتدخل وبتقول له انت مين يا قزم يا فسفس. فولدنا بنشوف ان هو بيعرف عن نفسه، بيقول ان هو اقوى ساموراي في العالم. وابو البنوته ساكا بيعرف ان الولد القزم اللي قدامه ده هو ابن السياف كينجو. والبنوته بتقعد تقول له انت حقير ولو ان انت ما تربيتش. وولدنا بنشوف ان هو بيكون عمال يتفحص في البنوته دي لان هو اول مره يشوف كائن حي اصلا، لان هو كان عايش في الغابه. وبنشوف ان كينجرو ابو ولدنا الصغنون بيكون عمال يجري من رجاله الشرطه، ولما ابو البنوته ساكا بيشوفه بيكون عاوز يخش عركه مع كينجرو، بس بنشوف ان هو بيشيله وبيطلع يجري بيه. وبعد كده بنشوف ان هم كلهم بيروحوا على بيت ابو البنوته سياكا، وكينجرو بيقول لولدنا يايبا ان انت اعمل حسابك ان انت هتعيش هنا من دلوقتي ورايح، وان انت مش هترجع الغابه. فابو البنوته سياكا بنشوف ان هو بيقول له اراك توزع من مالك. وولدنا يايبا بنشوف ان هو بيكون عمال يتفرج على البيت من جوه، وبيكون مستغرب اصلا من البيت ده ومن الحاجات اللي جواه. ولما ولدنا بيكون اصلا قاعد بيستكشف البيت بنشوف ان في ست عجوزه قزمه بتوقف ولدنا وبتقول له يا قزم انت رايح فين. وولدنا هيبل مش محترم بنشوف ان هو بيكون متضايق جدا لان الست العجوزه دي كانت عرقبته من قفاه. والست العجوزه بتقول له يا ولا يعني انت عشان ساموراي فاكر نفسك ان انت قوي. بس بنشوف ان البنوته سايكه بتيجي وبتحاول ان هي تحل الموضوع، وبنشوف ان الست العجوزه اصلا بتكون ساحبه ولدنا من قفاه. وبتسال كينجرو وبتقول له بعد كده ايه اللي جابك ايه اللي جابك هي ناقصه انت كمان. وكينجرو اصلا بيكون مش مصدق اللي هو شايفه، ان هو شايف الست العجوزه دي قدامه. وبنشوف ان هي بتقعد تشتكي من ولدنا يايبا، وبتقعد تقول ان هو لسانه طويل وان هو ما ترباش. والست بتقرر بعد كده ان هو هيفضل موجود هنا علشان يتربى شويه، علشان تربيه الغابه كانت زباله بالنسبه له. والفكره دي بنشوف ان هي بتعجب ابو ولدنا. وبعد كده بنشوف ان هم بيخشوا على قاعه التدريبات، وولدنا يايبا بنشوف ان هو بيكون مبسوط جدا علشان هو شايف رجاله اقوياء. وبنشوف ان كينجرو بيخش بيقعد يضرب كل الناس، وما بيكونش في غير مقاتل واحد قدر بس ان هو يصد الهجوم بتاعه. وابو البنوته ساكا بيقول له ان اللي قدر يصد الهجوم بتاعك ده هو اقوى مقاتل وموجود عندنا، وبنعرف ان اسمه بيكون موتو. وساعتها كينجرو بنشوف ان هو بيقول لهم انتوا كلكم حساله، وان ابن الصغير الفسفس ده لو قدر ان هو يهزم الغوريلا اللي اسمها موتو ده فاحنا هنبيته عندكم في البيت وان هو مش هيروح. بس الست العجوزه بنشوف ان هي بتقعد تقول ان هو اقوى مقاتل موجود في البيت، واكيد هو هيقدر ان هو يهزم يايبا بسهوله. وبنشوف ان الست بتقعد تطلب من المقاتل موتو ان هو لازم يهزم ولدنا يايبا، وبتقعد تقول له ان انت لازم تربيه علشان ده هني. وبنشوف ولدنا يايبا اصلا ابو لسان طويل بيكون عمال يتنمر على الراجل اللي اسمه موتو. فموتو بنشوف ان هو بيكون متعصب جدا من ولدنا الفسفس، وبيوافق اخيرا ان هم يخشوا عركه ضد بعض. والجد بنشوف ان هي بتقول لولدنا يايبا ان انت لازم تلبس الدرع بتاعك علشان ما تتصابش يا ولا. بس ولدنا يايبا بنشوف انه بيقول لها ان الدروع ده للضعاف. بس بنشوف ان التحدي ما بينهم بيبتدي، وان ولدنا يايبا بيبتدي ان هو يهجم على الغوريلا موتو، بيكون بيحاول ان هو يضرب. بس بنشوف ان موتو بيقدر ان هو يتفادى كل الهجمات بتاعت ولدنا يايبا. والجده بتقعد تقول ان اكيد موتو هيقدر ان هو يهزم ولدنا يايبا بكل سهوله.
وبنشوف إن ولدنا هيبة بيكون منبهر بقوة الغوريلا اللي واقفة قدامه، وبيقعد يقول إن هو أصلا شكله مقاتل قوي علشان إن أنا ما قدرتش إن أنا ألمسه حتى بضربة واحدة. وبنشوف إن موتو بعد كده بيبتدي الهجوم على ولدنا يا هيبة، وبنشوف إن هو بيكون عمال يضربه ضربات سريعة جدا، بس ولدنا بنشوف برضه إن هو قادر إن هو يتفادى الهجمات بتاعته. وموتو بيكون متضايق إن ولدنا قادر إن هو يتفادى كل الهجمات وإن هو ما يعرفش إن هو يصيبه. وولدنا هيبة بنشوف إن هو بيكون عمال يتنمر على موتو وبيكون عمال يغيظ فيه، وبتيجي فكرة لولدنا هيبة وبيقول إن موتو ده أصلا شبه القرود اللي أنا كنت بقدر إن أنا أهزمها، فأنا هستخدم نفس طريقة العركة اللي أنا كنت بستخدمها مع القرود. وبنشوف ساعتها إن هو بيدي ظهره لنقاتل موتو، والجدة بتحس إن ولدنا خلاص فقد الأمل وإن هو مش هيعرف يعمل مع موتو أي حاجة. وبنشوف إن ولدنا هيبة أصلا بيكون مغمض عينيه وبيكون بيحاول إن هو يركز علشان يقدر يعرف موتو هيهجم عليه منين. فعلا بنشوف إن موتو بعد ما بيهجم عليه ولدنا بيقدر إن هو يتفادى الهجمة بتاعته، وعلى طول بنشوف إن ولدنا بيهجم عليه بهجوم قوي جدا بيقدر إن هو يكسر السيف، وبيروح بعد كده لازقه في الحيطة. وكل اللي بيكونوا موجودين في القاعة بنشوف إن هم بيكونوا مستغربين إن موتو اتهزم. وساعتها بنشوف إن كنجي رابو ولدنا بيقول إن أنا خلاص كسبت التحدي، وبنشوف إن ولدنا أصلا بيكون رابط المقاتل موتو، وبيقعد يقول له أنا هرجعك الغابة، أنا هرجعك الغابة يا حقير. وتاني يوم بنشوف إن ولدنا بيكون عمال يتدرب الصبح بدري، وبنشوف إن البنوتة سايكا بتكون صحت بسبب الإزعاج اللي ولدنا عامله، وبتقعد تقول له يا معفن أنت بتعمل إيه الساعة 6 الصبح؟ الواحد عايز ينام ينام. فولدنا بنشوف إن هو بيقول لها إن الشمس طلعت من بدري، وبيجي بعد كده ميعاد الفطار، فولدنا أول ما بيشوف الأكل بيكون مبسوط جدا. وولدنا أصلا بيكون بيعمل النمر بتاعه ده كأنه قطة، وبيقعد يقول إن أنا ما أقدرش أتخلى عن صحابي. وبنشوف فلاش باك لما النمر ده كان عاوز إن هو يهجم على ولدنا، ولما النمر بيكون خلاص هيهجم على ولدنا نشوف إن ولدنا بيكون اداله بالرمح في مكان استغفر الله. ولما ولدنا هيبقى أصلا بياخد باله إن في حد جنبه بيكون ساعتها النمر عمال يغرق، فولدنا بقلب حنين بيقرر إن هو لازم يساعده، وإن هما من ساعتها بقوا أصحاب. ولما قابل بنوتة سايكا بنشوف إن هو بيسأل على أبو ولدنا، بنشوف إن الخادمة بتقول لهم إن هو كان ماشي من بدري وإن هو كان ساب رسالة، وبنعرف إن الرسالة دي مكتوب فيها إن أنتوا لازم تاخدوا بالكم من ولدنا يا هيبة لأن أنا ممكن أتأخر شوية في الرجوع عليكم. والبنوتة سايكا بنشوف إن هي بتتصدم لما بتعرف إن ولدنا كان قلبها في أكلها، وبيقعد يغيظ فيها وبيقول لها إن أنت لازم تاخدي بالك من الأكل بتاعك. وبتتنقل بينا الصورة بعد كده وبنشوف إن البنوتة سايكا بتكون طالعة المدرسة، وولدنا بيقعد يسألها وبيقول لها أنت رايحة على فين الصبح بدري كده؟ فبتقول له إن أنا طالعة على المدرسة يا ولا. بس طبعا ولدنا هو مش عارف يعني إيه مدرسة ولا عارف أي حاجة في العالم ده لأن هو كان عايش في الغابة. فالبنوتة سايكا بتقول له إن ده أصلا مكان بس عشان الناس تتجمع فيه علشان تاخد العلم، وولدنا بيكون متحمس علشان هيشوف ناس جديدة. فالبنوتة بتحس إن هو عبيط وإن هو مش فاهم أي حاجة في الدنيا، وبتكون بتحاول إن هي تخوفه علشان ما يجيش معاها ولا يحرجها، وبتقول له إن المكان اللي إحنا هنروحه هيكون مليان وحوش. بس طبعا ولدنا السفاح بنشوف إن مفيش أي حاجة بتحوق فيه، وبيقعد يقول لها طالما في وحوش فأنا لازم أكون موجود هناك علشان إن أنا أخلص عليهم. ولما بيوصلوا المدرسة بنشوف إن ولدنا بيكون مرعوب علشان كان سمع صوت الجرس علشان هو كان أول مرة يسمع حاجة زي كده. ولما أصحاب البنوتة سايكا بيجوا بيكونوا مستغربين ومن ولدنا يا هيبة إن هو قزم كده، وبيقعدوا يسألوها وبيقولوا له هو الواد ده مين. وطبعا ولدنا بنشوف إن هو بيقعد يفتش البنات دي لأن هو ما بيكونش عارفهم، وطبعا بنشوف إن البنوتة بتتضايق من اللي ولدنا قاعد بيعمله ده فبتسحبه على الأرض. والبنوتة سايكا بنشوف إن هي بتكون بتحاول إن هي تطرق ولدنا علشان تخلع منه، بس ولدنا اللذة بنشوف إن هو بيقول لها إن أنا مستحيل مستحيل أسيبك يا عسل. وولدنا بيقول لها إن أنا مستحيل أسيبك علشان أنت كنت قلت لي إن في وحوش قوية موجودة هنا. وبنشوف إن هما الاتنين بعد كده بيروحوا على قاعة التدريب، وولدنا بيكون متحمس جدا علشان شايف ناس كتير عمالة تتدرب. ولما البنوتة بتكون بتغير هدومها بنشوف إن ولدنا بيخش عليها، وبعد كده بنشوف إن هي بتطرده، وولدنا بعد كده بيروح ياخد سيف خشبي. بس بنشوف مرة واحدة إن في راجل أجرع بيظهر ورا ولدنا وبيقول له إن أنت لازم ما تاخدش السيوف دي قبل ما تستأذن يا ولا. بس مرة واحدة بنشوف إن ولدنا بيتخض وبيبعد عنه، وولدنا بيكون مستغرب إن إزاي الراجل ده قدر إن هو يقرب منه وإن هو ما حسش بيه. وبنشوف إن البنوتة سايكا بتجيله وبتقول له إن أنت لازم ما تواجهش الراجل ده لأن الأجرع ده يعتبر قوي جدا. بس ولدنا بنشوف إن هو بيقول ما دام هو قوي جدا فأنا لازم إن أنا أحط عليه. بس بنشوف أصلا الراجل الأجرع ده مش عاوز إن هو يتحدى ولدنا، بيقول له يا عيل يا فسفس يا قزم أنا ما بتحداش أطفال. بس بنشوف إن ولدنا هيبقى أصلا بيكون عمال يغيظ فيه، بيكون عمال يلف حواليه وبيكون بيحاول إن هو يغفله بأي هجوم. بس الأجرع بيقدر إن هو يتفادى الهجوم بتاع ولدنا وبيطير السيف من إيده، وبيقول له يا ولا يا معفن لازم تبطل العبط اللي أنت بتعمله ده. فبنشوف ساعتها إن ولدنا بيتحمس جدا للعركة اللي هيبتدي إن هو يخش فيها، بيكون مصمم إن هو يخش معاه في نزال قوي. وبيبتدي ولدنا يبقى إن هو يعرفه بنفسه، وبنعرف إن الأجرع ده اسمه إنيمارو، وبيكون شكل ولدنا يبقى إن هو حط الواد الأجرع ده في دماغه ومش ناوي إن هو يحله أبدا. وبنشوف بعد كده إنيمارو الأجرع بيكون قاعد بيتدرب مع نفسه في البيت، وبنعرف إن هو وحيد وكمان عايش لوحده وإن هو بس بيتواصل مع أخته اللي بتكون عايشة في مدينة تانية، وبيكون عمال يكتب لها وبيقول لها إن أنت ما تقلقيش عليا علشان أنا متعود إن أنا أكون وحيد وعايش لوحدي. وبيقعد يقول لها إن أصلا بطولة العالم دي قربت وإن أنا بحاول إن أنا أستعد لك
كويس جدا واوعدك ان انا افوز بيها زي كل مره. وبنشوف ان هو بيكون كسب بطولات كتير جدا وبيكون واضح ان هو سفاح محترف. وبتروح بينا الصوره بعد كده على المدرسه مره تانية وبنشوف ان البنوته سايكه بتقعد تقول لولدنا انت عايز ايه يا عم يا لزجه، ما تسيبني يا ولا لوحدي. وبتكون بتحاول ان هي تطلعه من المدرسه بس ولدنا بيكون مصر ان هو يخش معاها الفصل وبيطلع يجري بعد كده علشان يخش الفصل قبلها. بس ولدنا النحس بنشوف ان هو بيخبط في اونيمارو الاجرع وولدنا بيكون متضايق جدا علشان شاف الاجرع ده مره تانية وبيقعد يقول له ولا فكرني بيك انا مش شايفك. فساعتها بيقول له ان انا اسمي البطل اونيمارو وولدنا بيكون عمال يطلب منه ان هو لازم يتحداه. فاونيمارو الاجرع بيقول له ولا انا قلت لك ان انا ما بحبش العب مع العيال. ولما بيسيبه يمشي بنشوف ان هو بيقعد يتنمر على ولدنا فبنشوف ان هو بيتعصب على الاخر وبيقرر ان هو لازم يهجم عليه. بس كالعاده بنشوف ان الاجرع ده بيقدر ان هو يتفادى الهجمه وبيدي له واحده قويه جدا برجله بنشوف ان هو بيرميها على الارض. ولما بيمشي بنشوف ان هو بيقول له قلت لك يا ولد إن ضعيف ضعيف والله ضعيف وان انت لازم تقعد تتمرن 1000 سنه علشان بس تقدر ان انت تضربني او توصل لمستوايا. والبنوته ساكي بنشوف ان هي بتروح له وبتقول له يا ولا بطل ان انت تستفزه علشان هو قوي جدا وهو اصلا عنده بطوله قريب. وبتقعد تقول له ان هو مش فاضيلك اصلا وان انت عيل عبيط. بس بنشوف ان ولدنا يبقى بيكون اتجنن وعمال يضحك وبيكون واضح كده ان هو ناوي على حوار كبير. وبتتنقل بينا الصوره وبنشوف ان البنوته ساكي بتكون في التدريبات بتاعتها بس بتكون مستغربه ان ولدنا هيبقى اصلا ان هو ما جاش معاها زي كل مره وبتكون مش عارفه هو اختفى فين. وبتقول طالما هو الولد ده مختفي اكيد بيعمل حاجه. وبنشوف ان انيمارو الاجرع بيكون متضايق ومتعصب جدا وبيكون مش لاقي المعدات بتاعه التدريبات بتاعته. ولما بيكون عمال يسال زمايله بنشوف ان هم بيقولوا له ان احنا كنا شفناها بتكون متنطوحه في كل حته في المدرسه. وبيلاقي بعد كده رساله من ولدنا يايبه وبيكون موقع بشكله. فانيمارو بنشوف ان هو بيكون متعصب جدا وبيقول ان انا لازم اتصرف وبيروح بعد كده علشان يجمع المعدات بتاعته اللي بتكون مرميه في كل حته. ولما بيلاقي اول قطعه وبياخدها بنعرف ان هي بتكون مربوطه بحبل خفي وممسوكه بجرد الميه علشان تقع عليه. بس السفاح بيقدر ان هو يتفاداها وبيقرب منها وبيقعد يقول ان الحياه والفخاخ المتخلفه دي مستحيل ان هي تقدر تاثر فيا. وبعدها بنشوف ان هو بيتحرك وبيلاقي القطعه التانيه ولما بيحاول ان هو ياخدها بنعرف ان ولدنا هيبقى كالعاده بيكون عامل له فخ وبنشوف ان هو بيتكعبل في حبل عشان تخلي الدواليب تقع عليه. بس بنشوف ان هو بيقدر فعلا ان هو يتفاداها. ولما بيشيل القطعه بعد كده من على الارض بيلاقي ان في سهم تحتها بيتحرك وبيكون خلاص هيجيبه في وشه. وبنشوف ان هو بيقدر ان هو يتفاداها في اللحظه الاخيره. وبعد ما بيتجرح بيقول واضح كده ان الولد ده مش هيجيبها لبر وان انا هطلع عينه. ونيمار الاجرع بيكون وصل للسطح بعد كده والولدنا بعد ما كان جمع كل القطع. وبنشوف ولدنا هيبقى اصلا بيكون مستني وبيكون مستغرب ان هو اتاخر. ونيمار بيقول له يا ولا يا معفن بقى اديني القطعه الاخيره عايز اروح التدريبات بتاعتي. فولدنا بيقول له ان انت لو عاوزها فانت لازم تنزل لي في عركه يا ولا. فونيمارو ساعتها بيقول له ان انا قلت لك ان انت عيل تافه جدا وان انا مستحيل ان انا اخش معاك في عركه. فولادنا بنشوف ان هو ساعتها بيروح رامي القطعه الاخيره من الارض وبيقول له لو انت عايزها فنط بقى يا ريس وراها. ولما الولد الاجرع بيطلع يجري علشان يلحقها بنشوف ولدنا على طول بيروح مشنكله علشان يقع. بس الولد نيمارو بنشوف ان هو بيقدر ان هو يتماسك في اللحظه الاخيره وبيقدر ان هو يمسك الماسك بتاعه وبينزل بعد كده على الارض من غير ما يحصل له اي حاجه. بس بنشوف ان هو يعني ما بيلحقش ان هو يفرح لان ولدنا هيبقى اصلا بيكون عامل له فخ تحت الارض وبنشوف ان هو بيقع فيه. وولدنا بيجي له بعد كده بيقعد يتنمر عليه وبيقول له يا ولا ناوي بقى اخيرا ان انت تتحداني. فالاجرع بيقول له ان انا ولا انا ما برجعش في كلمتي ومستحيل ان انا اتحدى عيل فسفس زيك. فولدنا بنشوف ان هو بيقول له انا تافه يا معفن وبيقفل عليه الحفره وبيسيبه بعد كده وبيمشي. وبالليل بنشوف ان البنوته سايكه بتقعد تقول ان ولدنا شكله اتجنن. وبالليل ان هو بيكون واقف اصلا فوق سطح البيت وبيكون عمال يصيح زي الداك. والولد الاجرع ونيمارو بيكون قاعد في البيت وسط الحمام وبيكون متضايق جدا من ولدنا بعد كل اللي هو عمله فيه وبيقعد يقول ان انا لازم اخلص على عيل المعفن ده. وفعلا بنشوف ان الاجرع ده بيروح بعد كده لولدنا البيت ولما بيقابل البنوته سايكه بنشوف ان هي بتقعد تساله وبتقول له ايه اللي جابك هنا. فبيقول لها ان انا جاي اخلص الحوارات بتاعتي مع الولد المعفن يا ايبه. فبتقول له ان هو مش موجود دلوقتي في البيت. وبنشوف ان هو بالغلط بيدوس على ديل النمر فبيتعصب وبيطلع يجري عليه. بس ولد نيمار المعفن بنشوف ان هو بيرقده وبيدي له علقه محترمه. وبتيجي بعد كده جده البنوته سايكه وبتقعد تزعق له وبتقول له يا معفن يا اجرع عيب اللي انت قاعد بتعمله مع الضيوف ده ولازم ان انت تحترم نفسك في البيت. فبنشوف ان الاجرع بيقول لها فكك مني يا عبيطه. بس بنشوف ان الجده الرشيقه بتنط له فوق السيف اللي هو ماسكه وبتقول له ولا انت اصلا ضعيف وعندك نقط ضعف كتير المفروض ان انت تطورها. وبتقول له بالطريقه دي فالولد المعفن يايبه يقدر ان هو يهزمك بكل سهوله. وبتقول له لو انت اصلا عاوز تعرف مكان يايبه فهو هيكون في البيت عندك. وفعلا في الوقت ده بنشوف ان ولدنا يايبه اصلا بيكون وصل عنده في البيت علشان هو قاعد بيدور عليه. وولدنا بياخد باله اصلا ان الطائر صاحبه موجود في بيت الاجرع ونيمارو فبياخده وبيطلع يطير بيه في الهواء. بس نيمارو بنشوف ان هو بياخد باله منهم لما بيوصل البيت بتاعه
وبيكون متفاجئ أصلا إن الأكل بتاع الحمام بتاعه مش موجود، وبيلاقي إن الحمام بتاعه بيكون بيصيح علشان الأكل خلص. وفي الوقت نفسه بنشوف إن ولدنا هيبة أصلا بيكون وصل البيت، بيلاقي إن النمر بتاعه كان خد على إيد الأجرع أونيمارو. فهم الاتنين بنشوف إن هما بيتعصبوا وبيقرروا إن هما يخلصوا على بعض، وكل واحد بعد كده بيطلع يجري وبيقابلوا بعض هما الاتنين. بيكون قدام معبد سياحي، فبيقرروا إن هما أخيرا هينزلوا العركة قدام بعض. ولما الشرطي بيجي علشان يمنعهم بنشوف إن هما بيسقعوا لهم، بيكونوا مش مهتمين باللي قاعد بيقولوا، وعلى طول بنشوف إن هما الاتنين بيبتدوا يهجموا على بعض. بس هيبقى بنشوف إن هو بيقدر يخدعه وبيديله بالرجل في وشه. فأونيمارو الأجرع بنشوف إن هو بيقعد يهجم عليه وبيقول له إن أنت لازم تقاتل بالسيف بتاعك يا معفن، وبلاش الحيل اللي أنت قاعد بتعملها دي. وحرفيا بنشوف إن هما الاتنين بيكونوا قاعدين يضربوا بعض جوه المزار السياحي، وبتكون دايرة ما بينهم أصلا معركة قوية جدا، وكل واحد فيهم بيكون بيستخدم كل قوته. وبسبب قوتهم هما الاتنين في العركة دي بنشوف حرفيا إن المزار السياحي ده بيكون اتكسر. وطبعا هما الاتنين بيكونوا أصلا مش مركزين في اللي هما قاعدين بيعملوه، ونازلين دب في بعض على الآخر. وبعد ما بيكونوا كسروا المزار السياحي بسبب العركة اللي ما بينهم بنشوف إن هما بيطلعوا في الشارع وبيكونوا موجودين فوق أتوبيس وداخلين دب في بعض، والعركة بتكون شغالة ما بينهم أصلا فوق الأتوبيس. بس فجأة بنشوف إن ولدنا هيبة بينزل على العربية بتكون محملة خشب، وبيمسك كل الألواح وبيقعد يرميها على الأجرع أونيمارو. وبعد ما أونيمارو بيكون كسر كل الخشب بيكون اتفاجئ أصلا إن ولدنا كان اختفى من قدامه. بس ولدنا بتشوف إن هو أصلا بيكون واقف وراه على واحدة من الخشب المكسورة، وبينزل عليه ضربة قوية جدا بالسيف. بس الولد أونيمارو السفاح بنشوف إن هو تقريبا بيكون اتوقعها وبيقدر إن هو يصدها. بس تقريبا ولدنا هيبة بيكون اتجنن على الآخر، وبيقعد الولد أونيمارو في الجرعة بتاعته. فالولد أونيمارو بنشوف إن هو بيتعصب وبيقعد يهجم على ولدنا بكل عشوائية. فساعتها ولدنا هيبة بنشوف إن هو بيقدر إن هو يتفادى ضربته، وبينزل بالسيف الخشب اللي معاه في وش الولد أونيمارو. وولدنا بيكون فرحان جدا إن هو أخيرا قدر إن هو ينتصر عليه، وبيقعد يتنطط لحد ما ولدنا لعبة بنشوف إن هو بيلزق في لوحة إعلانات. وبيوصل بعد كده للبيت وبنشوف إن البنوتة سايكة بتكون عمالة تعالجه، وجدتها بتجيله بعد كده وبتقول له واضح كده إن أنت كنت خضت معركة قوية جدا. بس بتقول له ولا يا معفن أنت كنت عمال تغش في القتال، علشان أنت كنت عمال تستخدم أي حاجة حتى إن أنت عدته فرعته. فولادنا بيقول لها إن أنا أصلا ما بيفرقش معايا الكلام ده ولازم إن أنا أكسب. فبتقول له ساعتها إن العركة دي ما كانتش عركة نزيهة. وفعلا ولدنا هيبة بنشوف إن هو بيقعد يفتكر كلام الولد أونيمارو لما كان طلب منه إن هو لازم يتقاتل معاه بالسيف بس. فولادنا بيتشجع وبيقول لها إن أنا المرة الجاية فأنا لازم أهزمه. وعلى طول ولدنا بنشوف إن هو بيكون زي القرد وبيطلع فوق سطح البيت وبينادي على النمر والطائر بتوعه علشان يتدربوا معاه. وبنشوف إن هو بيغمض عينه وبيقعد يطلب منهم إن هم لازم يهاجموه علشان يقدر إن هو يتوقع الحركات بتاعتهم. والبنوتة سايكة بتكون مستغربة جدا من طريقة التدريب دي، فالجدة بتقول لها إن الطريقة دي طريقة معروفة واسمها طريقة شنجان، والتقنية دي أصلا بتخلي إن هو يقدر إن هو يطور الحس والإدراك بتاعه جوه المعركة، ويقدر إن هو يتوقع حركات الخصوم بكل سهولة. وبتقول لها إن أصلا التقنية دي كان هو استخدمها قبل كده لما كان بيقاتل موتو، وقدر ساعتها إن هو يتوقع حركته وقدر إن هو يهزمه بضربة واحدة. حتى وقت الغدا بنشوف ولدنا أصلا بيكون مغمض عينيه وبيكون قاعد بيحاول إن هو يتوقع أنواع وأصناف الأكل اللي موجودة قدامه. وبنرجع للأجرع أونيمارو وبنشوف إن هو أصلا بيكون عمال يتدرب، وصورة ولدنا أصلا بتكون طالعة له في كل مكان ومش سايباه. وحرفيا ولدنا بيكون لاعب له في دماغه. بنعرف ساعتها إن الأجرع أونيمارو كان نايم وبيكون صحي أصلا وبيكون مفزوع، وبيقعد يقول حتى في الحلم المعفن الصغير ده مش عاوز إن هو يسيبني. وبنشوف إن هو على طول بيقوم علشان يكمل التدريبات، وفي أثناء التدريبات بتاعته بيكون مش مقتنع أصلا إن هو خسر من عيل فسف الصغير، فبيتعصب وبيكسر ساعتها بالسيف الخشبي اللي معاه عمود من عواميد البيت بتاعه. بس بيتفاجئ إن العمود أصلا لما بيكسر بيكون تحتيه ممر سري، فبينزل علشان يستكشف الممر الغريب اللي كان ظهر فجأة. وبيتفاجئ لما بيلاقي إن في مجموعة من التماثيل الغريبة بتكون موجودة قدامه، وفي وسط التماثيل دي كلها بيكون لها سيف شكله غريب. وبيعرف ساعتها إن التمثال اللي موجود قدامه ده هو تمثال ملك الرياح، وإن السيف المغروس ده كان السيف بتاعه زمان. وبيكون ساعتها عمال يسمع حد عمال ينادي عليه وبيقول له إن أنت أصلا الوريث الشرعي لملك الرياح ولازم إن أنت تاخد السيف ده دلوقتي حالا. وبيقول له إن أنت أصلا مجرد ما تاخد السيف فأنت هتمتلك كل القوة اللي أنت نفسك فيها. وبيقول له إن ده أعظم سيف ساموراي كانت صنع على وجه الأرض. فأونيمارو الأجرع بنشوف إن هو بيكون مبسوط جدا وبيقول إن دي فرصتي أصلا علشان آخد السيف ويكون عندي قوة كبيرة واقدر اهزم المعفن يايبه في العركه اللي جايه. واول لما بيمسك السيف بنشوف ان في طاقه سحريه كبيره بتكون طالعه منه، والمكان كله بنشوف ان هو حرفيا بيكون عمال يتهز. والغريب اصلا ان احنا بنشوف انه نومار الاجرع بيكون شكله اتغير وتقريبا بيكون اتحول لشيطان ويطلع له ارنب في دماغه. وبنشوف بعد كده ان الولد نيمارو بيكون بيخرج بعد ما بيكون ان هو اتحول لشيطان وطلع له قرون، وبيكون شكله متحمس وبيقول ان انا هخلص على معفن يايبه، وبيضرب ضربه بالسيف اللي معاه علشان يختبر القوه بتاعته. وبنلاقي ان هو بيكسر السور بتاع البيت بتاعه، والولد ابو قرون بيكون مبسوط جدا علشان بيكون مع اقوى سيف لملك الرياح. وبيتنقل بينا الصوره وبنشوف ان سيف ملك الرعد بيبتدي ان هو يطلع حاجات، وبنلاقي ان في راجل عجوز اصلا بيكون قاعد جنب السيف وبيقول ان الشيطان المعفن شكله صحي تاني. وبنرجع لولدنا هايبه وبيكون قاعد بيتدرب مع الطائر بتاعه والنمر، وبيكون قاعد بيتدرب اصلا على المهاره الجديده بتاعته، ودي المهاره اللي بيقدر ان هو
يتوقع أماكن الخصوم بتوعه، وولدنا بيكون مغمض عينيه. وبنشوف إن جدة البنوتة سايكا بتكون مبسوطة علشان مستوى ولدنا كان ارتفع جدا، وده بسبب المهارة دي، وبتقرر إن هي تختبره فبتروح حاتفة بطوبة. بس ولدنا السفاح بنشوف إن هو بيقدر إن هو يتوقع المكان بتاعها وبيقدر إن هو يصدها. ولما ولدنا القزم يايبة بيروح المدرسة، البنوتة سايكا بتكون متفاجئة أصلا إن كل أصحابها بيكونوا بيحبوا ولدنا يايبة، وبتكون مش فاهمة هما أصلا بيحبوه على إيه. وولدنا بيكون قاعد مع شوية عيال شمال، وبنشوف إن هما بيكونوا بيبوظوا ولدنا المؤدب، فبيقول لهم أصلا أنا كنت عايش مع البنوتة سايكا وإن أنا شفت كل حاجة. فالبنوتة بتكون متعصبة جدا وبتكون رايحة علشان تضربه، بس ولدنا بنشوف إن هو بيكون سفاح وبيقول لها أنا عارف إن أنت ورايا ومش هتقدري إن أنت تضربيني. بس فجأة مرة واحدة بنشوف إن ولا نيمار وأبو قرون بيكون داخل المدرسة، وكل العيال اللي في المدرسة بيكونوا عمالين يبصوا عليه ومش عارفين إيه القرون اللي طالعة من دماغه دي. ولما ولدنا يبقى اصلا بيبص عليه بيكون مش متاكد ان ده الولا نيمارو، والولا نيمارو بنشوف ان هو بيقعد ينادي عليه بيقول له يا ورا تعال تعال ابغاك الحين، وان انت لازم تيجي علشان عاوز ان انا انتقم منك. وطبعا زي ما احنا عارفين فولدنا يبقى بيحب يخش في اي عركه بدماغه، بس الولا نيمارو بقرون بنشوف ان هو بيطلع السيف اللي معاه وبيقدر ان هو يكسر السيف الخشبي بتاع ولدنا يايبا، وكمان بيجرحه في وشه. ويبقى اصلا بيكون متفاجئ ان الولا نيمارو بيكون بيتحدى بسيف حقيقي، وبيفضل يزعل وبيقول له يا ولا انت غشاش وكمان بتغش في العركه بتاعتنا. حتى البنوتة سايكا بنشوف ان هي بتكون بتتفرج هي واصحابها، وكلهم بيكونوا مرعوبين من السيف الحقيقي اللي شايله الولا نيمارو. وبعد كده بنشوف ان ولدنا يبقى اصلا بيكون مرعوب من الولا نيمارو، ونيمارو اصلا بيكون عمال يهجم عليه بالسيف اللي معاه. بس ولدنا يبقى بنشوف ان هو بيقدر ان هو يتفاداه، وبياخد حته حديده وبيقرر ان هو لازم يضربه بيها. بس الحديده اللي مع ولدنا يبقى بنشوف ان هي ما بتساعدوش، ونيمارو بيقدر ان هو يجرحه في دراعه. ويبقى اصلا بيقعد يقول ان الولا نيمارو بقت حركاته سريعه جدا وان هو مش قادر ان هو يشوفها، فبيقرر ساعتها ان هو لازم يغمض عليه وان هو يستخدم المهاره الجديده اللي هو كان اتعلمها علشان يقدر ان هو يتوقع الهجمات بتاعته. وفعلا يبقى الوزع بنشوف ان هو بيغمض عينيه وبيقدر ان هو يتوقع الحركه بتاعت الولا نيمارو، وبيقدر ان هو يصد الهجوم بتاعه. بس الولا نيمارو بنشوف ان هو بيكون متعصب وبيقعد يهجم على ولدنا بحركات سريعه جدا، وولدنا يبقى بنشوف ان هو بيكون عمال يصد الهجمات بتاعته بكل صعوبه لحد ما بينجح ان هو يلبسها له في وشه. والعركه بتكون مستمره بينهم، ونشوف ان ولدنا يبقى بيكون بيهجم عليه بكل عصبيه، ونيمارو بيكون متفاجئ من سرعه رد فعل ولدنا يايبا وكمان السرعه بتاعته في الهجوم عليه. ويايبا بيكون فرحان بنفسه بيقول له ان انا خلاص قدرت ان انا اصد الهجمات بتاعتك. فنيمارو ساعتها بيقعد يضحك وبيقول له والله انك ضعيف ضعيف، وبيمسك السيف مره واحده بطريقه غريبه وبيقرر ان هو لازم يستخدم قوته السحريه. وولدنا يايبا اصلا بيكون مش فاهم الولا نيمارو بيعمل ايه بالظبط، بس نيمارو بنشوف ان هو بيقرر ان هو لازم يستخدم مهاره سحر الرياح اللي موجوده في السيف بتاعه، وبيدي ضربه قويه جدا بنشوف ان هي بتطير ولدنا يايبا وبتلزقه في الحيطه. ونيمارو بنشوف ان هو بيقرب منه بعد كده وبيقول له يا ورا انا جيت لك اني ضعيف، ويلا يا بطل لازم تمسك الحديده بتاعتك ولازم ان انت تكمل العركه اللي ما بيننا. ونيمارو بنشوف ان هو بيقعد يتريق على ولدنا لحد ما ولدنا يبقى بنشوف ان هو بيتعصب ويمسك الحديده بتاعته وبيقرر ان هو لازم يهجم عليه تاني. بس مره واحده بنشوف ان نيمارو المعفن بيديله ضربه قويه من سيف الرياح، ويبقى بيكون بيحاول ان هو يصدها المره دي لدرجه ان احنا بنشوف ان الحديده بتاعته بتتني، بس بيكون مش قادر ان هو يعمل اي حاجه وبيطير المره التانيه وبيلزق في الحيطه تاني. والبنوته ساكا بنشوف ان هي بتكون بتحاول ان هي توقف الولا نيمارو وبتقعد تقول له ان انت خلاص فرتكته ولازم ان انت تسيبه وما تكونش معفن. بس نيمارو بنشوف ان هو بيقول لها ان انت لازم تخليكي في حالك وبيديهم ضربه قويه بيكسر لهم الفصل بتاعهم. وساعتها ولدنا يبقى المحترم بنشوف ان هو بيقول للبنوته ساكا ان انت لازم تخليكي بعيد علشان المعركه دلوقتي تعتبر ان هي خطيره جدا. ونيمارو ساعتها بيكون بيجهز الهجوم الاخير علشان يخلص على ولدنا يايبا، بس في اللحظه الاخيره بنشوف ان ولدنا يايبا بيكون اختفى، وبنعرف ان الطائر اصلا كان خده وهرب بيه. بس من قوه الضربه بتاعت الولا نيمارو بقرون بنشوف ان حرفيا المدرسه بتكون اتقسمت نصين، وبيرجع ولدنا يايبا لبيته بيكون متضايق جدا وعمال يعيط علشان خسر من الولا نيمارو المعفن، وبيقعد يقول ان انا مستحيل اقدر اهزمه بالقوه الكبيره دي وكمان معاه سيف الرياح. والبنوته ساكا والحيوانات بيكون صعبان عليهم ولدنا يايبا جدا لحد ما مره واحده بنشوف ان ابو المسطول بيحضر وبيعرف ان نيمارو كان هزمه باستخدام سيف الرياح القوي، وبيقول له ان انت فعلا مستحيل ان انت تقدر تهزمه لان سيف الرياح ده يعتبر سيف اسطوري وكان اصلا مع ملك الرياح. وبيقول له ان اصلا سيف ملك الرياح قوته كانت مختومه وما كنتش متوقع ان في حد يقدر ان هو يستخدمه مره تانية. فولدنا يايبا بنشوف ان هو بيكون متعصب جدا وبيقول له يا حاج يعني ما فيش اي حل يخليني اقدر ان انا اهزمه. فابو ساعتها بيقول له ان
السيف الوحيد اللي يقدر إن هو يهزم سيف ملك الرياح هو سيف ملك الرعد، وبيقول له على حسب ما أنا أتذكر يعني إن اللي كان عنده سيف ملك الرعد ده عجوز عبيط اسمه ماياموتو. فولدنا ساعتها بيكون عمال يسأل أبوه بكل عصبية بيقول له أنت لازم تقول لي المكان بتاعه فين علشان ولدنا عاوز إن هو ياخد منه السيف. فأبوه ساعتها بيقول له أنت عبيط يالا ولا ما بتفهمش؟ ده أنت حتى لو لقيت السيف علشان إن أنت تستخدمه فأنت محتاج سنين كتير جدا علشان تتدرب بيه. فبيقعد يقول له إن أنا مش فارق معايا حتى لو قعدت سنين كتير طالما السيف ده هو السيف الوحيد اللي أنا أقدر أهزم بيه الولا أونيمارو، فأنا لازم إن أنا أجيبه علشان أهزمه. وبيكون عمال يتخانق مع أبوه علشان يقول له فين مكان السيف ده، فبيقول له إن السيف ده موجود على جبل اسمه جبل تينجو. والبنوتة سايكا بنعرف إن هي أصلا بتكون عارفة مكان الجبل ده فين، بس بتتفاجئ إن ولدنا أصلا بيكون عمال يبص لها بكل خباثة وعمال يضحك علشان بس إن هي تودي لي تاني يوم على طول. وبنرجع للولا أونيمارو بيكون موجود في البيت مرة تانية وبيكون مستغرب شكله الجديد والقرون اللي طالعه له في دماغه، وبيكون عمال يفكر ازاي يقدر ان هو يستخدم القوه الكبيره بتاعه السيف، وده بعد ما كان قدر ان هو يحصل عليها. وتاني يوم البنوته سايكا بنشوف ان هي بتصحى من النوم وبتلاقي نفسها ان هي بتكون متربطه وموجوده على النمر صاحب ولدنا يايبه، وبتكون مش عارفه هي طالعه على فين. فولدنا يايبه بيقول لها ان انا اصلا مش عاوز ان انا اضيع وقت، فعلشان كده انا كنت خدتك معايا بالغصب علشان توديني للجبل. وفعلا بنشوف ان هم بعد كده بيوصلوا هناك، بس البنوته سايكا بنشوف ان هدومها بتكون متبهدله على الاخر. فولدنا بنشوف ان هو بيقعد يقول لها ان انت ما تتضايقيش وبيطلع لها بعد كده لبس المدرسه عشان ولدنا بيكون معاه، وبتقعد تقول لها ولا انت جبت لبس المدرسه بتاعي منين؟ طب كنت جبت حاجه عدله. فولدنا بيقول لها علشان انت بتحب اللبس ده وعلى طول لابساه. وولدنا بيسيبها بعد كده علشان يدور على اي حاجه يصطادها ويقدر ان هم ياكلوا. وبنشوف ان العجوز ما يموتوا اصلا بيكون عمال يراقبهم من فوق شجره، وفعلا بيقدر ان هم يصطادوا حاجه وبيبتدوا ان هم ياكلوها. بس مره واحده بنشوف ان العجوز ما يموتوا بيحضر وبيبتدي ان هو يغلس عليهم وبيسرق منهم كلهم الاكل بتاعهم. وولدنا يبقى اصلا بيكون فاكر ان صاحبه النمر هو اللي اكل الاكل كله وبيقعد يتخانق معاه، والعجوز بيكون عمال يضحك عليهم وهو شايفهم. والبنوته ساكه ساعتها بتقعد تشك فيه وبتقول له ولدنا شكل ده العجوز اللي احنا قاعدين بندور عليه. وساعتها العجوز ما يموت وبيكون متعصب جدا علشان هي عماله تقول عليه عجوز، وبيقعد يقول لهم انتوا وش جابكم. فولدنا هيبه بيقول له ان انا جاي هنا علشان اخد سيف ملك الرعد. والبنوته سايكه بتقعد تترجى وبتقول له ان انت لازم تدينا السيف لو انت اصلا فعلا العجوز ما يموتوا، وان احنا بنوعدك ساعتها ان احنا هنمشي على طول ومش هنعمل لك اي مشاكل. والعجوز ساعتها بيكون عمال يبص على ولدنا وبيقول من العيل الفسفس ده اللي فاكر نفسه انه يقدر ان هو يستخدم سيف ملك الرعد. وفي الاخر بنشوف ان هو بيقرر ان هو ياخده من البيت بتاعه اللي اصلا بيكون عباره عن شجره كبيره والعجوز ده عايش جواها. وبعد كده بنشوف ان العجوز ما يموت وبيكون عمال يحذرهم وبيقول لهم ان في ناس كتير جدا كانت حاولت ان هي تاخد سيف ملك الرعد، بس للاسف كلهم كانوا ماتوا ومحدش فيهم قدر ان هو يعمل كده. وبيقول لهم ان الساموراي الاسطوري بس هو اللي يقدر ان هو يستخدم سيف ملك الرعد. وبنعرف اصلا ان العجوز ده كان بيحرس السيف لمده 400 سنه، وان لحد دلوقتي اصلا ما كانش لسه ظهر الساموراي الاسطوري. فبسبب الكلام ده ولدنا بيعرف ان العجوز ده هو ما يموته، وبيقول له انت جامد بقى يا ريس وقوي وكل الناس بتتكلم عليك. فالعجوز بنشوف ان هو بيتعصب لان ولدنا اصلا بيكون عمال يستهزأ بيه وبيقول له انت معفن يا حقير ما تعرفش قوه العجوز اللي واقف على السيف بتاعك. والبنوته سايكا بنشوف ان هي بتتفاجئ لما بتعرف ان اسمه اصلا ما يموت سياشي، وان هو كان معروف اصلا ان هو سيف قوي جدا. بس ولدنا بنشوف ان هو بيكون مش مقتنع بالكلام ده كله، بيقول له يا راجل يا عجوز انت لازم ان انت تقول لي السيف بتاع الرعد ده موجود فين. والبنوته سايكا ساعتها بتاخد بالها من مكان السيف الاسطوري، وعلى طول بنشوف ان هم بيتحركوا عليه وبيروحوا ناحيته. بس العبيط على طول بنشوف ان هي بتحاول ان هي تشيله، بس ساعتها بنشوف ان هي بتاخد ضربه رعد قويه جدا وحرفيا بنشوف انها بتتفحم. والعجوز اصلا بيقول لهم ان اي حد بيقرب من السيف او بيحاول ان هو يلمسه فهو بياخد ضربه برق قويه جدا. فالبنوته سايكا بنشوف انها بتكون عماله تتخانق معاه وبتقول له يا معفن انت ما قلتليش ليه كده قبل ما ان انا المسه. وفي الوقت نفسه بنشوف ان ولدنا اصلا بيكون ماسك السيف عادي جدا وبيكون ما حصلوش اي حاجه. والعجوز بيكون متفاجئ ان ولدنا قادر ان هو يمسك السيف بسهوله جدا وان هو ما حصلوش اي حاجه، وبيعرف ان ده الساموراي الاسطوري اللي هو كان مستنيه من 400 سنه. وبعد كده بنشوف ان ولدنا اصلا بيكون بيحاول ان هو يستخدم السيف، بس بيلاحظ ان السيف اصلا بيكون تقيل جدا. فالعجوز ساعتها بيقرب منه وبيقرر ان هو لازم يدربه علشان يقدر ان هو يستخدم السيف ده بشكل كويس وان هو يكون الساموراي الاسطوري المنتظر. وولدنا بنشوف ان هو بيكون مغرور جدا وبيقرر ان هو لازم يستخدمه من غير اي تدريب. ولما بيكون بيحاول ان هو يستخدم قوه البرق بنشوف ان هو ما بيعرفش يعمل بيه اي حاجه، وما يموت بيقول له ان انت لازم علشان تقدر ان انت تستخدم قوه الرعد الموجوده في السيف فانت لازم تروض قوه الحاكم اللي موجوده جوه السيف. وولدنا هيبقى بيبتدي ان هو يشيل السيف مره تانية وبيكون بيبتدي ان هو يركز علشان يروض قوه حاكم الرعد اللي موجوده جواه. وبنشوف فعلا ان قوه ملك الرعد بتبتدي ان هي تطلع
بتطلع من السيف، والسما حرفيا بنشوف ان هي بتبتدي تضلم والرعد بيطلع من كل حته. بس بيكون واضح ان ولدنا اصلا فشل ان هو يروض ملك الرعد، علشان بنشوف ان ولدنا هيبقى اصلا بيتحول لشيطان، وبيكون عمال يصرخ ومش قادر ان هو يسيطر على السيف ابدا. وبعد لما ولدنا هيبقى بنشوف ان هو بيتحول لشيطان، بنشوف ان هو على طول بيهجم على عجوز ميموتو وسياكا، بس بيقدروا ان هم يفادوا الضربه بتاعته بكل صعوبه. وساعتها ميموتو بنشوف ان هو بيقرر ان هو لازم يتحدى ملك الرعد ويهزمه، علشان بس ان هو يرجع ولدنا هيبقى لحالته الطبيعيه. وفعلا ولدنا هيبقى بنشوف ان هو بيهجم عليه بقوه الرعد وبيديله ضربه قويه جدا، بس واضح ان العجوز ميموتو ده شبح وبيكون قادر ان هو يهرب من الهجمات بتاعته كلها، وبيديله ساعتها ضربه قويه جدا. وبسبب كده فولدنا هيبقى بنشوف ان هو بيفقد السيطره على السيف، وبيرجع بعد كده لحالته الطبيعيه، وبنشوف ان هو بيغمى عليه. وفي الوقت نفسه بنشوف ان الولد اونيمارو المعفن بيكون لها خريطه، والخريطه دي بيكون فيها معلومات عن سيف ملك الرعد، وبيقرر ساعتها ان هو لازم يجيب سيف ملك الرعد معاه علشان يضمه للمجموعه بتاعته. وبنشوف ولدنا بعد كده بيفوق من الغيبوبه اللي هو كان فيها، والعجوز ما يموت ساعتها بيقول له ان ملك الرعد قدر ان هو يهزمك، وان انت ما قدرتش ان انت تسيطر عليه، وان انت ما قدامكش اي خيارات غير ان انت لازم تهزمه وتروضه، او هو ساعتها اللي هيروضك ويسيطر عليك، وساعتها فانت هتتحول لشيطان. وبيقول لهم ان ملك الرياح اصلا قدر ان هو يسيطر على ولا اونيمارو، فعلشان كده انتوا كنتوا شفتوه في هيئه العفريت. وولادنا هيبقى ساعتها بنشوف ان هو بيمسك السيف مره تانية، وبيقرر ان هو لازم يتمرن كويس علشان يقدر ان هو يهزم ملك الرعد ويسيطر عليه ويواجه اونيمارو ويقدر ان هو يهزمه في العركه بتاعته. وبس كده يا سيدي، يبقى كده خلص ملخصنا لحد هنا. وتنساناش بلايك وشير، ولو بتتفرج عليا لحد هنا وتنساش تكتب لي 50. وبنشوف ان الولد اونيمارو بعد كده بيكون عمال يعمل تعويذه، وده عشان يستدعي 8 عفاريت المساعدين بتوع ملك الرياح، ولما بيستدعيهم بيطلب منهم انهم لازم يساعدوه عشان يلاقي سيف ملك الرعد. والثمان شياطين كمان بنشوف ان هم بيستدعوا المساعدين بتوعهم، وبيكونوا عمالين يقسموا نفسهم لشويه مجموعات علشان يدوروا في كل اماكن الكوكب ويقدروا ان هم يلاقوا سيف ملك الرعد. ونيمار الاجرع بيقول لهم وبيقعد يحذرهم ان انتوا لو ما لقيتوش سيف ملك الرعد فانا هخبركم. وبنرجع لولدنا هيبقى بعد كده وبنشوف ان هو بيكون عمال يتدرب على ايد العجوز مياموتو، واول تدريب ليه بنشوف ان هو بيكون بيحاول ان هو يمشي على الميه، بس ولدنا العبيط اول ما بيحاول طبعا بيقع على طول، والعجوز ساعتها بيكون عمال يضحك عليه، وهيبقى ساعتها بيقول له ما انت عبيط يا عم، هو في اي حد يقدر ان هو يمشي على الميه؟ فالعجوز مياموتو بيقول له ايوه يا ريس، انت ممكن تمشي على الميه لو خففت جسمك وعقلك وخليتهم بخفه الرياح. وبيوري له بعد كده مثال ان هو بيقدر ان هو يمشي على الميه بكل خفه وسرعه. ساعتها ولدنا هيبقى بيقول له الله ينور عليك يا ريس، وانا ممكن اقدر ان انا اوصل للمستوى بتاعك ده. فما يموت العجوز بيقول له ايوه يا ريس انت تقدر لو ركزت شويه. ولما ولدنا بيحاول مره كمان بنشوف ان هو كالعاده بيسقط في الميه، فالبنوته ساكه بنشوف ان هي بتزهق منه وبتقرر ان هي لازم تتحرك علشان تروح تحضر العشاء وان هي تعمل اي حاجه مفيده. وبنروح بعد كده للبرلمان في طوكيو، وبنشوف ان مره واحده الباب بيتكسر عليهم وبيخش الاجرع اونيمارو هو وجيش الشياطين بتوعه، وبيقعد يقول لهم ان انا الحاكم الجديد بتاعكم وان انتوا لازم تسمعوا الاوامر اللي هقولها لكم. بس الشرطه ساعتها بتحس ان هو عبيط ومجنون فبيقعدوا يضربوا عليه نار، بس السفاح بيصد كل حاجه بالدراع اللي هو لابسه وبيديهم ضربه بالسيف اللي معاه. بنشوف ان هو بيكسر البرلمان على اللي فيه، وبنرجع لولدنا يبقى وبيكون واضح ان هو فشل في اول تدريب ليه. والعجوز ما يموت بيقول له ولا انت ما عندكش اي صبر، وبيقول له ان انت خلقك ضيق زي ابوك. فساعتها ولدنا بنشوف ان هو بيقعد يساله بيقول له هو ابويا فعلا كان قوي، فبيقول له ساعتها ان ابوك ده اصلا يعتبر اقوى ساموراي وكان مبارز سفاح وكان عنده مهاره ما بتظهرش غير مره كل 400 سنه، بس للاسف كانت مشكلته دايما دماغه ما كانش بيسمع كلام اي حد وكان دايما متسرع وبيعمل اللي في نافوخه بس. والعجوز ما يموت ساعتها بيكون عامل جراب للسيف بتاع ملك الرعد وبيقول له ولا قصير انا مش عاوز ان عضلاتك تسبق مخك ولازم ان انت تفكر قبل ما تاخد اي قرار. وبيقعد يقول له ان احنا مش هنروح ناكل اصلا غير لما تعدي الاختبار الاول بتاعك وتقدر ان انت تمشي على الميه. وبنروح بعد كده للبنوته سايكا وبتكون عماله تحضر العشاء، بتسمع ساعتها ان في حد بيكون واقف بره وبيكون عمال ينادي على اي حد موجود، ولما بتخرج بتلاقي ان في بنوته جميله وبيكون معاها واحد من الشياطين الثمانيه اللي كان استدعاهم الاجرع اونيمارو، وبيسالوا البنوته سايكا لو هي تعرف اي معلومات او حتى مكان سيف ملك الرعد، وطبعا بيكونوا عمالين يتكلموا معاها بشكل كويس وبيكونوا مش عاوزين ان هم يقولوا اي حاجه عن نفسهم. والبنوته سايكا بنشوف ان هي بكل عبط بتدلدق لهم بكل حاجه وبتقول لهم ان السيف اصلا مع ولدنا هيبقى دلوقتي، وان هو دلوقتي اصلا قاعد بيتدرب مع العجوز مياموتو وان هم جايين كمان شويه علشان يطفحوا. وبنشوف ان هي بتستضيفهم جوه كمان لحد ما ولدنا هيبقى يجي، وهم قاعدين بياكلوا بنشوف ان ولدنا هيبقى والعجوز مياموتو بيحضروا. وساعتها البنوته سايكا بتكون عماله تقول للعجوز مياموتو ان البنوته الحلوه دي بتكون عماله تسال عليك، وطبعا هو اول ما بيشوفها بنشوف ان هو بيبلم، بس الشيطان اول ما بيشوف ان ولدنا هيبقى اصلا مع السيف على طول بنشوف ان هو بيضربه بلسانه وبيطيره وبيقول له ان انت لازم تجيب السيف اللي معاك. وبيبتدوا بعد كده ان هم يعرفوا ولدنا هيبقى عن نفسهم وبيقعدوا يقولوا ان احنا اصلا نعتبر من الشياطين الثمانيه، وبنشوف ان الشيطان السلحفاه بيكون اسمه جيرو والشيطان التعبان بيكون اسمها جوليا، وولدنا هيبقى والبنوته سايكا بنشوف ان هم بيكونوا عمالين يضحكوا على الاسامي العبيطه دي. فالشياطين على طول بنشوف ان هم بيتعصبوا على الاخر وبيستدعوا اتباعهم، والبنوته
البنوتة ساكة أول ما بتشوف إن عددهم بقى كتير بتقعد تقول لولدنا إن كفاية ضحك علشان شكل الموضوع هيقلب جد، بس ولدنا العبيط بنشوف إن هو بيكون عمال يضحك زي المتخلف وبيكون عمال يهجم عليهم وهو عمال يضحك، بس الغريب اللي بنشوف إن هو أصلا هو عمال يضحك بيكون عمال يضرب فيهم واحد ورا التاني، وبنعرف إن التقنية دي أصلا بيكون اسمها تقنية الضحك، ودي هدفها أصلا إن هو يستفز الخصوم بتوعه علشان بس إن هو يشتت الانتباه بتاعهم ويقدر إن هو ينتصر عليهم. والعجوز ما يموت وبيكون مستغرب إن ولدنا هيبقى سفاح وإن هو عنده مهارات كتير جدا، وبيقعد يقول أصلا إن دي تعتبر مهارات الساموراي الأسطوري اللي أنا عمال أدور عليه. والشيطان جوليا بنشوف إن هي بتتعصب من ضحك ولدنا وبتروح تهجم عليه، بس العجوز ما يموت وبنشوف إن هو بيتدخل وبيقدر إن هو يلحق ولدنا يايبة، وبيقعد يقول لولدنا إن أنت لازم تبطل ضحك وإن أنت لازم تركز علشان تقدر تعمل حاجة في المعركة دي. وبيكون في مجموعة من مساعدين الشياطين متجمعين حوالين البنوتة ساياكا وبيكونوا عاوزين إن هم يضربوها، فبتقعد تقول لهم إن أنتوا لازم ما تستخفوش بيها يا حيوانات علشان أنا بنوتة، بس واحد من الشياطين بنشوف إن هو بيقدر إن هو يكتفها، فالبنوتة على طول بتتعصب أول ما حد بيلمسها وبتديهم على طول علقة محترمة. وفي الوقت اللي بيكون في العجوز ما يموت قاعد بيقاتل الشيطانة جوليا بنشوف إن الشيطان جيرو بيقدر إن هو يكتف ولدنا وبيسحبه وبيكسر له ساعتها السيف الخشبي اللي معاه، وبيكون بيحاول إن هو يسرق سيف ملك الرعد من ولدنا بالعافية، فساعتها ولدنا بيقول إن ما بدهاش بقى وبيطلع السيف من الجراب بتاعه. وللأسف ولدنا أول ما بيطلع السيف بنشوف ولدنا يبقى بيبتدي إن هو يتحول وبيطلع البرق والرعد من السيف اللي معاه، فالعجوز ما يموت وبنشوف إن هو على طول بيجري عليه وبيديله ضربة في دماغه علشان بس إن هو يفقد الوعي، بس المرة دي بنشوف إن ولدنا يبقى بيقوم مرة تانية وبيهجم بسيف ملك الرعد وبيضربهم ضربة قوية جدا، وبسبب الضربة دي فبيولع في البيت بتاع العجوز ما يموت وبيكون عمال يهجم على كل اللي موجودين حواليه، والعبيط بيكون مش قادر إن هو يفرق ما بين أي حد، وولدنا يبقى بيكون متعصب على الآخر وبيهجم على الشيطان جيرو علشان إن هو يخلص عليه، بس العجوز ما يموت وبنشوف إن هو بيتدخل في اللحظة الأخيرة وبيقدر إن هو يصد الضربة بتاعته، وما يموت ساعتها بيقعد يقول للشياطين إحنا لازم إن إحنا دلوقتي نعمل هدنة لحد بس ما نرجع ولدنا يبقى لحالته الطبيعية، علشان إحنا لو كلنا حاولنا إن إحنا نتحداه وهو في الهيئة دي فإحنا مش هنقدر إن إحنا نعمل له أي حاجة وساعتها هيخلص علينا كلنا. وفعلا بنشوف إن هم كلهم بيتعاونوا مع بعض، وبنشوف إن العركة بتكون قوية جدا ما بين ولدنا يايبة وما بين العجوز ما يموتوا وبيكون معاه الشيطان جيرو، بس بيكون واضح إن قوة ولدنا بتكون كبيرة جدا ومحدش قادر يعمل معاه أي حاجة، فالعجوز ساعتها بنشوف إن هو بيقعد يفكر وبتجيله خطة، وهي إن الشيطان جيرو ساعتها هيشتت انتباهه وهو ينط عليه من فوق لحد ما يديله ضربة قوية تانية علشان بس إن هو يخليه يفقد الوعي، وفعلا بتشوف إن الشيطان جيرو بيكون عمال يهجم عليه وبيكون بيمسك السيف بتاع ولدنا بلسانه، والعجوز ما يموت بنشوف إن هو بينط من فوق وبينزل على السيف ده بضربة قوية جدا، بس ولدنا السفاح بنشوف إن هو بيقدر إن هو يتوقعها وبيصدها، بس بسبب قوة التصادم بتاعتهم بنلاقي إن الحجر اللي موجود جوه سيف ملك الرعد بيقع، فساعتها السيف بنشوف إن هو بيفقد قوته وبيرجع ولدنا يبقى لحالته الطبيعية، وطبعا ولدنا بيكون مش فاكر أي حاجة خالص من اللي كان قاعد بيعملها، والعجوز العبيط بنشوف إن هو بيحضن الشيطان جيرو، بس على طول بنشوف إن هم بيفتكروا إن هم أعداء في الآخر، وولدنا يبقى بيكون قرر خلاص إن هو هيكمل قتال ضد الشيطان جيرو، وقبل ما ولدنا يهجم أصلا على الشيطان بيتفاجئ إن الحجر اللي كان موجود جوه السيف كان وقع وبيكون مش عارف هو راح فين، فبيلاقي إن الحجر أصلا بيكون موجود مع البنوتة ساياكا، والشيطانة جوليا بتكون بتحاول إن هي تاخدها منها، وفي الآخر بتقدر إن هي تاخد منها الحجر السحري، وبتطلب من ولدنا يابا إن هو لازم يسلمها السيف، وبتطلب من الشيطان جيرو إن هو لازم يخلص عليهم، بس الشيطان جيرو بنشوف إن هو بيكون رجولة وجدع وبيفتكر أصلا إن العجوز ما يموت وكان أنقذه من الموت، فبيرفض إن هو يتدخل في العركة اللي هتدور دي، فالشيطانة جوليا بتقعد تقول له إن أنت جبان يا ولا جبان، ونشوف إن هي بتهجم عليه، بس ولدنا السفاح هيبة بنشوف إن هو بيتدخل وبيدافع عنه وبيطلب منه إن هو لازم يهرب قبل ما يموته بنفسه، وبعدها ولدنا هيبة بنشوف إن هو بيقعد يستفز الشيطانة جوليا وبيقول لها إن أنت لو عاوزة السيف فأنت لازم تيجي تاخدي بنفسك، وبيطلع يجري بعد كده جوه الغابة تعبانة بنشوف إن هي بتطلع تجري ورا ولدنا وبتكون متعصبة على الآخر، وساعتها ولدنا هيبة أصلا بيكون عمال يجري جوه الغابة وبيقابل مجموعة من الشياطين فبيقوم مخلص عليهم، وبعد كده بيدور قتال قوي جدا ما بين الشيطانة جوليا وولدنا يايبة، وكل لما ولدنا يايبة بيكون بيحاول إن هو يهجم عليها الشيطانة جوليا السفاحة بنشوف إن هي بتقدر إن هي تصد الهجوم بتاعه، وكعادة ولدنا يايبة بنشوف إن هو ما بيرضاش إن هو يستسلم وبيطلع يجري عليها للمرة ال90، بس السفاحة بنشوف برضه إن هي بتقدر تصد الهجوم بتاعه، بس المرة دي بنشوف إن السيف بيطير من إيده وبيكون عمال يلف بشكل دائري، فولدنا أصلا بيكون مستغرب إن السيف ده قاعد بيلف كده ليه، وفجأة بنشوف إن في 2 من الشياطين بيظهروا ورا ولدنا وبيكونوا بيحاولوا إن هم يهجموا عليه ويغفلوه، بس ولدنا السفاح بنشوف إن هو بيروح هادف السيف عليهم بيكسر الأسلحة بتاعتهم بالشجرة اللي وراهم، فولدنا بيكون فرحان جدا بالحركة الدائرية بتاعت السيف دي، والعجوز ما يموت بيعرف إن دي أصلا تعتبر تقنية جديدة كان ولدنا اتعلمها، وبنشوف ولدنا يبقى بيكون عمال يجري ورا الشياطين في الغابة وحرفيا بنشوف إن هو بيكسر الغابة على دماغهم، ولما بيخلص عليهم ولدنا بيلاحظ إن الشيطانة جوليا بتكون بتحاول إن هي تهرب، فبيجري على المية بسرعة جدا علشان يقدر إن هو يروح لها للناحية التانية،
وبيكون مش واخد باله ان هو قادر ان هو يتعلم التقنيه دي بكل سهوله، وولاد نايبه بيكون في الهوا بيكون مستعد ان هو خلاص يهجم عليها. فالشيطانه جوليا بنشوف ان هي بتحط السلاح بتاعه وبتحاول ان هي تصد الهجوم بتاعه، بس العجوز ميموتو بنشوف ان هو بينبهه وبيقول له ان انت لازم تستخدم تقنيه الاعصار في السلاح بتاعك. وفعلا بنشوف ان ولاد نايبه بيسمع كلامه وبيستخدم تقنيه الاعصار، وبينزل على الشيطانه دي. بنشوف ان هو بيقسمها نصين وبيرجع بعد كده الحجر مره تانية، وبيعرف ان الشيطانه دي اصلا قبل ما تتحول كانت تعبان صغير، وبيقعد يتنمر عليها وبيقول لها ان انت لو كنت جيتي مره تانية فانا هسلخك واطبخك. وبالليل وهم قاعدين بنشوف ان هم بيشوفوا على الموبايل بتاع البنوته سياكا ان الاجرع اونيمارو العبيط كانت تحمل برلمان، وكان طالب اصلا منهم ان هو لازم يحكم العالم كله دلوقتي. فبيعرفوا ان الحوارات دي اصلا افعال ملك الرياح، وساعتها ولادنا بنشوف ان هو بيتحمس علشان يقدر ان هو يسيطر على سيف ملك الرعد ويقدر ان هو يتحدى الاجرع وان هو يهزمه. فالعجوز ما يموتوا بنشوف ان هو بيقعد يقول لهم ان الحل يعتبر موجود في جزيره اسمها جانزو، وهناك اكيد هنلاقي الطريقه اللي ولدنا يابا هيقدر ان هو يسيطر على سيف ملك الرعد. وبالليل بنشوف ولدنا يابا وبيكون نايم وبيكون عمال يبص على السيف اصلا وبيكون متحمس جدا، وبيقعد يقول يا ترى اقدر ان انا اسيطر على السيف ده في يوم من الايام. وتاني يوم بنشوف ان هم بيتحركوا ناحيه جزيره جانزو، بس هم في طريقهم بنشوف ان في نحله بيكون شكلها غريب جدا بتكون عماله تراقبهم. وبنروح بعد كده للمقر الجديد بتاع الولد الاجرع اونيمارو، وبنشوف ان الاجرع ساعتها بيكون قاعد بيتكلم مع واحد من الشياطين الثمانيه اللي بنعرف اصلا ان هو بيكون اذكى واحد فيهم، وبيكون عباره عن عنكبوت، وبيكون عمال يطمن الولد الاجرع اونيمارو وبيقول له ان انا مش عاوز ان انت تقلق، اكيد الشياطين اللي احنا كنا بعتناهم علشان ياخدوا سيف الرعد من ولدنا يا هيبه اكيد ان هم قدروا ان هم يقلبوه منه بكل سهوله. بس لما بيعرض اللي حصل قدام الولد الاجرع اونيمارو بيظهر ان هم كانوا خدوا علقه محترمه. فساعتها بنشوف ان هو بيقعد يعتذر وبيكون مش عارف هو يقول ايه اصلا، وبيقول له خلاص يا ريس انا عاوز بس ان انت تسيب الموضوع ده عليا وانا هبعت لهم دلوقتي شيطان يقدر ان هو يقلبهم في السيف. وفعلا بنشوف ان في وحش عملاق بيظهر قدام ولدنا يايبه وبيقعد يقول ان انا اقوى واحد في الشياطين الثمانيه وان انا جاي اصلا علشان اخد السيف. وبنشوف ولدنا يايبه بعد كده بيكون عمال يتنطط على عينيه وبيقعد يقول للوحش ده ان انت ضعيف جدا وان انت مستحيل تقدر تصيبني باي حاجه. وبنشوف ان هو بيطير الجد موساشي والبنوته سياكا، وساعتها الجد بنشوف ان هو بيروح رامي كاس الملح في الهواء وبيطلب من ولدنا يايبه ان هو لازم يستخدم مهاره سيف الاعصار. وفعلا ولدنا بنشوف ان هو بيقعد يقطع كاس الملح وبيقعد يرشها على الحلزون، وبسبب كده بقى بنشوف ان الوحش حجمه بيكون صغير جدا وبيترعب منهم وبيسيبهم وبيمشي. ولما الاجرع اونيمارو هو كمان بيشوف ان الحلزون كان خسر من ولدنا يايبه بيتعصب من الشيطان العنكبوت وبيقول له ان انت لازم تتصرف بسرعه. فالعنكبوت ساعتها بيقول له ما تقلقش علشان انا محضر خطه ملهاش حل وهقدر ان انا اقلب السيف بسهوله. وبنشوف مجموعه بعد كده من الشياطين بتكون ظهرت وبيكونوا بيهددوا مدير صاحب منتجع سياحي. وبنرجع لولدنا يابا بعد كده بيكون ماشي في الشارع هو واصحابه، بيجي لهم ساعتها المدير اللي كان اتهدد من الشياطين وبيقول لهم ان انتوا كنتوا كسبتوا رحله عندنا في المنتجع وده بشكل مجاني، وبيقعد يقول لهم ان المنتجع عندنا الاكل فيه ببلاش وكمان فيه ينابيع ساخنه وان اكيد هي هتعجبكم جدا. وفعلا بنشوف بعد كده جدو موساشي والشيطان جيرو بيكونوا قاعدين بيستجموا في الينابيع السخنه، بس ولدنا طبعا بيكون ماسك السيف زي العبيط وقاعد بيتدرب ومش عاوز يضيع اي وقت. والجد موساشي ساعتها بيطلب من الشيطان ان هو لازم يوقع ولدنا في الميه، وفعلا بنشوف ان الشيطان جيرو بيقدر ان هو يوقعه بكل سهوله. فموساشي ساعتها بيقول له طالما انت مش قادر ان انت تسيطر على التوازن بتاعك فانت اكيد مش جاهز علشان تسيطر على سيف ملك الرعد. فولادنا يبقى بنشوف ان هو بيتعصب جدا وبيقول له ان انا مش هستسلم وان انا هفضل اتدرب لحد ما اقدر اهزم الولد اونيمارو ده بكل سهوله. وبنروح بعد كده للبنوته سايكا وبنشوف ان هي بتكون قاعده بتستحمى في الينابيع الساخنه، بتحس مره واحده بحركه وبتكون حاسه ان في حد اصلا بيقعد يراقبها، وبتبتدي بعد كده ان هي تشك في ولدنا المؤدب يايبا على اساس ان هو بيبص عليها. وعلشان كده ولدنا يايبا لما كان قاعد بيتدرب بالسيف بنشوف ان هي مره واحده بتهدف وبتجردل في دماغه وبتقعد تقول له يا معفن انا مش عاوزاك ان انت تقعد تبص عليا كل شويه. فولادنا بيقول لها انا لا استفيد يا وليه ان انا ابص عليكي، بس بيكون واضح اصلا ان جد موساشي هو اللي منحرف وهو اصلا اللي قاعد بيبص. فبنشوف ان هي بتحمر له خده بالكفوف، وبيجي وقت الاكل وبنشوف ان البنوته بتقرر ان هي تعاقب الجد وولدنا يايبه وبتخلي كل واحد منهم ياكل طبق رز واحد بس، وبتتنقل بينا الصوره للشياطين اللي بتراقبهم وبنشوف ان هم بيكونوا قاعدين بيحضروا اي خطه علشان يقدروا ان هم يخطفوا السيف من ولدنا يايبه، وبيقعدوا يقولوا ان احنا اصلا مش عاوزين ان احنا نخش في حركه مباشره معاه علشان واضح كده ان هو قوي جدا ولازم ان احنا نحاول ان احنا نخدعه علشان ناخد منه السيف. وفعلا بنشوف ان هم بيوصلوا في الاخر لخطه ذكيه جدا وبيبعتوا مدير الفندق علشان يبلغها لولدنا يايبه. وفعلا المدير بنشوف ان هو بيروح لهم وبيقعد يقول لهم ان احنا عندنا اختبار شجاعه واللي هينجح فيه فهو هياخد جايزه كبيره جدا. والمدير بيقول لهم ان احنا هنختبر شجاعتكم عند الينبوع السخن الحار ولو قدرتوا ان انتوا تعدوا الاختبارات اللي فيه
فانت هتاخد ساعتها جايزه كبيره جدا. وبيقعد يقول لهم ان انتوا حتى لو ما نجحتوش في الاختبار ده فالينبوع الاسطوري ده يعتبر ان الميه بتاعته علاج وكويسه جدا. والجد ساعتها بنشوف ان هو بيقول لولدنا اياب ان انت لازم تاخد البنوته سايكه معاك، ولازم ان انت تاخد بالك كويس جدا منها. وبنشوف ان هم فعلا بيتحركوا بعد كده على الينبوع الاسطوري، والبنوته سايكه طبعا بنشوف ان هي بتكون مرعوبه جدا. وبيظهر ساعتها واحد من الشياطين وبنشوف ان هو بيكون شبه نجمه البحر، وبيقول لهم ان انا بس شغال هنا وان انا جاي عشان اقول لكم التعليمات بس. وبيقول لهم ان القواعد ان انتوا لازم تمشوا في الممر ده لاخره، وده غير ما انتوا ما تبصوا حواليكوا او ترجعوا لنفس الطريق مره تانية. والشيطان ساعتها بيطلب من ولدنا ان هو لازم يسلم السيف اللي معاه، وبيقول ان انت ممنوع تخش الارض دي باي سلاح. بس ولدنا طبعا بنشوف ان هو بيرفض ان هو يسلم السيف، وبيقول له ان انا بس هشيله في الجراب بتاعه وان انا مش هستخدمه. والشيطان بنشوف ان هو بيتعصب عشان المحاوله الاولى بتاعته كانت فشلت، وبيقعد يقول لزمايله ان انتوا ما تقلقوش، انا كده كده مجهز اكتر من فخ علشان نقدر ان احنا ناخد منه السيف، وده من غير ما نخش في اي عركه معاه. وهم ماشيين في الممر بنشوف ان هو بيشوف شخص ملثم بيكون قاعد وبيكون عمال يطلب منهم المساعده علشان رجله يعتبر ان هي مكسوره. وبنعرف بعد كده ان ده اصلا واحد من الشياطين وكمان متنكر، وبيكون بيحاول ان هو يخدع ولدنا عشان يقلبه في السيف. ولما ولدنا هيبقى بيقرب منه بيقول له ان انا بس اساعدك ازاي، بيقول له بس انت لازم ان انت تسندني عشان تروحني البيت علشان انا بس رجلي اتكسرت. بس ولدنا هيبقى بنشوف ان هو بيقول له ان انت حجمك يعتبر ضخم جدا وانا مش هقدر ان انا اسندك. وبيقعد يقول له وانت ليه راسك تخينه كده. فعلى طول بنشوف ان الشيطان بيتعصب وبيروح كاشف عن نفسه وبيقول له ان انا اخيرا نجحت ان انا اضحك عليك وكمان اوقعك في فخي. وبيقول له كمان ان انا عندي مخالب قويه جدا تقدر ان هي تقطع اي حاجه، ولازم ان انت تستعد علشان انت هتموت دلوقتي. بس ولدنا على طول بنشوف ان هو بيروح مديله واحده بالسيف ونزل بيها على دماغه، وحرفيا بنشوف ان هو بيرقده. وساكا ساعتها بتكون عماله تزعله وبتقول له ولا انت كنت قلت ان ممنوع ان احنا نستخدم السيف. فبيقول لها ان انا ما كنتش طلعت السيف اصلا من الجراب وان انا استخدمته وهو مقفول. وبنشوف ان شيطان نجمه البحر بيكون متضايق علشان الخطه بتاعته كمان فشلت، بس بيكون عنده امل ان باقي الخطط بتاعته ان هي تنجح وان هم يقدروا ان هم يقلبوا السيف بتاع ولدنا. وبيخش بعد كده ولدنا هيبه والبنوته ساكا ممر غريب جدا وبيكون مربوط فيه شويه اكل، وبنعرف ان الاكل ده بيكون طعمه وريحته وحشين جدا، وبيكونوا مش عارفين ليه الفسيخ ده مربوط بالشكل ده. وشيطان نجمة البحر بنشوف ان هو بيكون ماشي وراهم، وبنعرف ان في شيطان اصلا بيكون رابط نفسه زي الاكل ده علشان لما ولدنا هيبقى اصلا يعدي من تحتيه يقدر ان هو يخطف منه السيف من غير ما يحس. بس الشيطان بنشوف ان هو بيتفاجئ لما بيلاقي ان الشيطان الدودة اصلا مرمي على الارض وولدنا يعتبر اصلا دايس عليه، وهو كمان يعتبر فشل في المهمة بتاعته. وبيخش بعد كده على المرحلة الأخيرة، وأول لما بيخشوا بيلاقوا إن في يافطة بيكون مكتوب عليها إن أنت لازم تسلم السيف بتاعك. وولادنا العبيط زي المغفل على طول بنشوف إن هو بيحط السيف بتاعه، والبنوتة سايكة بنشوف إن هي بتقعد تقول لا أنت متخلف يالا إزاي تحط السيف بتاعك كده بكل سهولة. وشيطان نجمة البحر أصلا بيكون مبسوط جدا وعمال يقرب منهم وعمال يضحك عليهم وبيقول له ان انا اخيرا قدرت ان انا اخدعك علشان اخد السيف منك. ولما ولدنا بيكون بيحاول ان هو يسحب السيف بنشوف ان هو ما بيقدرش، والشيطان بيقول له ان انا كنت استخدمت اجود انواع الفولاذ علشان اخليك بس ما تقدرش ان انت تسحب السيف بتاعك. وبنشوف ان بقى الشياطين بيتجمعوا وبيستعدوا هما الثلاثه علشان يتحدوا ولدنا يبقى هو من غير السيف. وعلى طول بنشوف ان شيطان نجمة البحر بيحاول ان هو يهجم عليه، بس ولدنا اصلا بيكون بيحاول ان هو يسحب السيف بكل قوته وبيفضل يقاوم لحد ولدنا ما بنشوف ان هو بيقدر ان هو يرفع الصخره نفسها كلها بالسيف، وبيروح خابطها في شيطان نجمة البحر بنشوف ان هو بيطيره. وبيتفاجئوا ان ولدنا كان قدر ان هو ياخد بعد ما كان كسر الحجر الكبير. وبعد كده بنشوف ان الثلاث شياطين بيتحدوا تاني وبيطلعوا يهجموا على ولدنا عيب علشان يخلصوا عليه. بس مره واحده بيكونوا بيلاحظوا ان الارض اصلا يعتبر ان هي بتتكسر من تحتهم، وبنعرف ان ولدنا اصلا بعد ما كان كسر الصخره الضخمه بيطلع ينبوع من تحت الارض بيكون قوي جدا، وحرفيا بنشوف ان هو بيطيره. وبعدها بنشوف ان الثلاث شياطين بيصحوا من النوم وبيتفاجئوا اصلا ان ولدنا هيبقى هو واصحابه بيكونوا قاعدين قدامهم. وطبعا كل اللي في دماغ الشياطين ان هم يتعالجوا علشان يقدروا يهجموا بعد كده على هيبه واصحابه، وبيكونوا مرعوبين وبيقعدوا يقولوا لولادنا هو انتوا عاوزين مننا ايه. فولادنا يبقى بنشوف ان هو بيقعد يقول لهم ان احنا اصلا مش هنعمل فيكم اي حاجه. والبنوته ساكه بنشوف ان هي بتقول لهم ان الشيطان جيرو كان قال لنا ان انتوا يعتبر ان انتوا شياطين طيبين جدا، فعلشان كده احنا كنا قررنا ان احنا هنعالجكم وان احنا كمان نسامحكم. فبنشوف ان الثلاث شياطين بيقعدوا يعيطوا علشان دي يعتبر ان هم اول مره حد يعملهم بشكل كويس، وبنشوف ان هم بيوعدوا ان هم مش يعملوا اي حاجه تاني شريره بعد كده. وبنشوف ان ولدنا هيبقى كمان بيقعد يهددهم وبيقول لهم ان انتوا لو كنتوا رجعتوا لاعمال الشر مره تانية فانا هاجي لكم ساعتها اعمل من وراكم شاورما. وبنشوف بعد كده ان الشيطان العنكبوت اصلا بيكون عمال يراقبهم من بعيد وبيكون محرج جدا قدام الاجرع ونيمارو علشان الشياطين كمان اللي هو كان بعتها كمان فشلت وما قدروش ان هم ياخدوا السيف، وبيكون عمال يحاول ان هو يقنع الولد نيمارو ان هو يديله فرصه كمان. بس بنشوف ان نيمارو الاجرع بيتعصب جدا
جدا، وبعد كده بيطلع السيف بتاعه وبيقول ان انا لازم ان انا اعتمد على نفسي وان انا هستدعي اقوى راجل عندي. وبينزل بعد كده قدامه تابوت بيكون شكله غريب جدا، وبيخرج منه شيطان وبيكون شكله مرعب، وبيقول له اونيمارو ان انا مستعد ان انا اعمل كل الطلبات بتاعتك. فاونيمارو ساعتها بيطلب منه ان هو لازم يجيب سيف ملك الرعد من ولدنا يايبا. فالشيطان بيقعد يضحك وبيقول ان الموضوع ده يعتبر ان هو سهل جدا، وبيروح مكسر التابوت بعد كده وبيروح طاير في الهواء وبيتحرك على ولدنا يايبا. وبنرجع بعد كده لولدنا وصحبته، وبنشوف ان هما بيكونوا قاعدين بيلغوا في ايس كريم، والبنوته ساكا بنشوف ان هي بتكون مبسوطه جدا بالاكل ده وعماله تاخد صور سيلفي. ولما بيكونوا بيتصوروا بيكونوا مبسوطين على الاخر، بيظهر لهم العفريت الحلزون مره تانية وبيقعد يقول لهم ان انتوا اوعوا تفتكروا ان انتوا قدرتوا ان انتوا تهزموني المره اللي فاتت. فالعجوز ساعتها بيقعد يتنمر وبيقول ان انتوا لازم تجيبوا كاس الملح عشان نرشها عليه. بس المره دي لما بنشوف ان ولدنا بيرش عليه كاس الملح، بنشوف ان الحلزون مره واحده دخل استخبى في القوقعه بتاعته، وبيقعد يتنمر على ولدنا يابا بيقول ان انت مش هتقدر تعمل معايا اي حاجه طول ما انا مستخبي جوه. بس ولدنا يابا بنشوف ان هو بيقعد يضحك عليه، وبيستخدم بعد كده مهاره سيف الاعصار، وبنشوف ان هو حرفيا بيشق القوقعه نصين. ولدنا بيكون عمال يضحك وبيكون مستغرب قوه سيف الاعصار، وبيقول ان انا اكيد هقدر ان انا اهزم الاجرع اونيمارو بكل سهوله. بس فجاه بنسمع صوت حد بيقعد يقول له ان انت مستحيل تقدر ان انت تهزمه. وبنشوف فجاه ان الشيطان اللي كان استدعى له اونيمارو بيكون واقف فوق مبنى ضخم جدا، وبيبتدي ساعتها ان هو يعرف ولدنا يابا بنفسه، وبيقول له ان انا واحد من الشياطين الثمانيه اللي اصلا بيخدموا الزعيم اونيمارو. والجد موساشي ساعتها بنشوف ان هو بيبتدي ان هو يحذر ولدنا يايبا، وبيقول له ان الشيطان ده يعتبر ان هو قوي جدا، وبنعرف ان الشيطان ده اصلا بيكون متلقب باسم الرجل الخفاش. وبيقعد يقول لولدنا يايبا ان مفيش اي حد من حقه ان هو يستخدم سيف ملك الرعد غير سيدي الاجرع اونيمارو. وبنشوف ان هو بيفضل يستفز في ولدنا يايبا وبيقول له ان السيف ده اصلا يعتبر ان هو اطول منه. وبنشوف ساعتها ان العفريت بيقعد يقول له ان انت لازم تسلمني السيف ده بكل هدوء، ده لو انت حابب بس ان انت تفضل عايش. بس ولد بنشوف انه بيقعد يقول له لا تكثر يا ولد اقول لا تكثر، وبيقعد يقول له ان انا هستخدم سيف الرعد عليك. فالشيطان ساعتها بنشوف انه هو بيقعد يضحك، وبنشوف انه هو ساعتها بيطلع السيف وبيتحرك على ولدنا بسرعه خارقه. بس ولدنا السفاح بنشوف انه هو بيقدر ان هو يتفادى الهجمه بتاعته، وبنعرف ساعتها ان الهجمه الاولى اصلا كانت عباره عن فخ، لان هو بيقدر مره واحده ان هو يغير اتجاهه. وبنشوف ان هو بيتحرك على ولدنا بسرعه كبيره جدا وبيقدر ان هو يجرحه في ايده، وبيقع ساعتها ولدنا ياب على شيطان جيرو وبيكون مش مصدق ان هو اتصاب. وولدنا ساعتها بنشوف ان هو بيقعد يقول له ان انت يا معفن بتغش وان انت كمان بتطير في العركه. فالشيطان بنشوف ان هو بيقعد يقول له يا معفن انت ما تفتحش بقك، ومش مشكلتي اصلا ان بشري عاجز زيك ما يقدرش ان هو يطير هو خصمي. بس ولدنا بنشوف ان هو بيتعصب جدا وبيروح منادي على الطائر صاحبه، وبنلاقي ان هو بيروح رابط نفسه فيه علشان يقدر هو كمان انه يطير. فالشيطان بنشوف ان هو بيقعد يضحك عليه وبيقول له كويس ان انت قدرت ان انت تشغل دماغك. وعلى طول ولدنا بنشوف ان هو بيروح طاير عليه، وبتدور ما بينهم معركه قويه جدا في الهواء. والجد موسى بنسمعه بيقعد يقول ان الشيطان ده اصلا يعتبر ان هو مش سهل، ولازم ولدنا يبقى يكون حذر جدا في العركه معاه. وولدنا الغبي بنشوف ان هو بيقرر ان هو يستخدم مهاره سيف الاعصار في الهواء. بس ولدنا العبيط وهو قاعد بيلف السيف بنشوف ان هو بيكون عمال يقطع في الطائر، وبيقعد يقول ان انا الهجمه دي مش هقدر ان انا استخدمها دلوقتي. والشيطان بنشوف ان هو بيهجم عليه، بس ولدنا بيقدر ان هو يصد هجمه السيف بتاعه. وبعدها العفريت بنشوف ان هو بيديله بالرجل وحرفيا بيرقده، والعفريت بيكون خلاص بيستعد ان هو يهجم على ولدنا وان هو هيفنشه. بس في اللحظه الاخيره بنشوف ان الجد موساشي بيتدخل وبيقدر ان هو يصد الهجمه بتاعته. والجد موساشي بنشوف ان هو بيهجم، بس العفريت بيقدر ان هو يتفادى هجمته، وبيتفاجئ ان الجد موساشي سفاح. والعفريت بيقعد يساله وبيقول له هو انت مين بالظبط. فالجد موساشي ساعتها بنشوف ان هو بيتغرب نفسه وبيقعد يقول له ان انا اعظم موساشي موجود في الدنيا وان انا احسن سيف موجود في التاريخ. فالشيطان ساعتها بيكون مش مصدق نفسه ان هو واقف قدام موساشي، وبيقعد يقول له ان انت تعتبر الاب الروحي بتاعي وان انا كان نفسي اقابلك من زمان. وبنعرف ان دي اصلا كانت خدعه من العفريت. ومره واحده بنشوف ان هو بيقعد في دماغه وبيقدر ان هو يحول العجوز لشيطان زيه. ولما بيروح الشيطان جيرو علشان يطمن عليه بيتفاجئ ان هو خلاص اتحول وان هو بقى عفريت. وبنرجع لولادنا يبقى اول ما بيفوق وبيفتح عينيه بيتفاجئ اصلا ان كل اصحابه كان خلاص اتحولوا لشياطين، والعفريت المعفن بيكون واقف قدامه هو واتباعه وبيقعد يقول له ان انت من دلوقتي فانت مش هتقدر تهرب ولازم ان انت تسلمنا السيف. وبعدها بنشوف ان العجوز موساشي بيكون بيهجم على البنوته ساياكا، وكل ده علشان بس ان هو يحولها زومبي زيه. بس ولدنا السفاح بنشوف ان هو بيتدخل وبيديله بالرجل بيهبده بعيد، وبينادي بعد كده على الطائر صاحبه، وبنشوف ان هو بياخدهم وبيطلعوا يهربوا. بس بنشوف ان العفريت المعفن برضه ما بيرضاش ان هو يحلهم وبيكون عمال يجري وراهم وبيحاول ان هو يمسكهم. والطائر ساعتها بيعرف ان العفريت هيقدر ان هو يلحقهم بكل سهوله، فعلى طول بنشوف ان هو بيرمي ولدنا يبقى والبنوته ساياكا في الميه، وبيجري يهاجم العفريت علشان يديهم شويه وقت يقدروا ان هم يهربوا فيه. بتتنقل بينا الصوره بالليل والعفريت بيكون متضايق ان هم قدروا ان هم يهربوا منه، بس كان قادر ان هو يحول الطائر لعفريت زيه. وبعد كده بنرجع لولدنا يبقى والبنوته ساياكا، وبنشوف ان هو بيكون عمال يطلب من البنوته ان هي لازم تديله الحاجه
الحجر السحري بتاع ملك الرعد، وبيقول لها ان دي الطريقه الوحيده اللي اقدر ان انا اهزمه بيها. فبتقول له ان انا خايفه ان انا اديلك الحجر وان انت ممكن تتحول لشيطان، وساعتها انت ممكن ما تقدرش ان انت تسيطر على نفسك او حتى ترجع ان انت تكون بني ادم مره تانية. فولادنا هيبقى بيقعد يقول لها ان دي الطريقه الوحيده اللي اقدر ان انا اهزمه بيها. بس برضه بنوته سايكا بنشوف ان هي بترفض ان هي تديله الحجر، وفي اثناء كلامهم بنشوف ان العفريت كان قادر ان هو خلاص يعرف مكانهم ويجي لهم، وبيقعد يقول لهم ان انتوا المره دي مش هتقدروا ان انتوا تهربوا مني ابدا. فولادنا على طول بيطلب من البنوته سايكا ان هي لازم تهرب وان هي لازم تسيبه لوحده علشان يقدر ان هو يواجهه. بس مره واحده بيتفاجئوا ان هم اصلا متحوطين بمجموعه كبيره جدا من الشياطين، وان مفيش اي طريقه يقدروا ان هم يهربوا بيها. فعلى طول ولدنا بنشوف ان هو بيقول ما بدهاش بقى، وبيخش تدبيح في الشياطين واحد ورا التاني. ولما بيقرر ان هو يستخدم مهاره سيف الاعصار، العفريت بنشوف ان هو بيتدخل وبيخش يهبده في الارض، والعفريت بيقعد يتنمر عليه وبيقول له ان انا كنت قلت لك يا وزع ان انت مش هتقدر تهرب مني. بس فجاه بنشوف ان النمر صاحب ولدنا يايبه بيتدخل ويطير الشياطين وبياخد ولدنا يايبه والبنوته سياكا وبيطلع يجري بيهم، وبيدخلوا بعد كده جوه متحف وبيكون كبير جدا. ساعتها بنشوف ان ولدنا يايبه بيقلب لبس ساموراي معدني علشان يقدر ان هو يحميه اثناء العركه. بس هم جوه بيحسوا ان العفريت خلاص وصل لهم، وفعلا بنشوف ان الشيطان بيبتدي ان هو يخش الاوضه اللي هم موجودين فيها، وبيقدر ان هو يحدد مكانهم فين بالظبط، وبيعرف ان هم مستخبيين جوه دروع الساموراي. فبيهجم على درع فيهم وبنشوف ان هو بيقسمه النصين، وبيلاقي ان البنوته سايكا بتكون موجوده جوه. وولادنا هيبقى ساعتها بنشوف ان هو بيتدخل وبيقول ان دي فرصتي علشان اقدر ان انا اهزمك. في العفريت اصلا بيقول له ان انا يا اهبل انا كنت متوقع مكانك بالظبط، وعلى طول بنشوف ان هو بيهجم عليه وبيكسر له الدرع بتاعه اللي هو لابسه. بس لبس الساموراي بتاع ولادنا هيبقى بنشوف اصلا ان كان مستخبي في النمر كمان، ودي بتكون خدعه عاملينها علشان يقدروا ان هم يضحكوا على العفريت المعفن. وعلى طول بنشوف ان ولادنا هيبقى بيهجم عليه وبيديله ضربه قويه جدا، وبنشوف ان هو بيكسر له النضاره بتاعته، وتقريبا النضاره دي بتكون غاليه جدا على العفريت. وبنشوف مره واحده ان هو بيتعصب على الاخر وبيطلع ساعتها كل قوته، وعلى طول بنشوف ان هو بيختفي وبيظهر من ورا ولدنا، وبيروح مديله بعد كده ضربه قويه جدا بتروح مطيراه، وولدنا بيكون عمال يهرب منه لحد ما بيوصل له على حته موجوده في المتحف، وبيجي له العفريت بعد كده بيقول له يا ولد انا كنت قلت لك ان انت مستحيل تهرب مني. وولدنا بيكون بيحاول ان هو بيطلع السيف، بس للاسف بيتفاجئ ان هو اصلا مش موجود معاه. والبنوته ساكه بتاخد بالها مره واحده ان السيف موجود قدامها وبتحاول ان هي تشيله، بس بتلاحظ ان هو يعتبر تقيل جدا وان هي مش قادره ان هي تشيله لوحدها. فبتنادي مره واحده على النمر علشان يقدر ان هو يشيله وان هم يتحركوا بسرعه على ولدنا يعيبه. وبنرجع للعفريت وهو قاعد بيتنمر على ولدنا وبيقول انه النهارده يعتبر اخر يوم ليك، وبيفضل يهجم بضربات سريعه جدا، بس ولدنا يعيبه بيقدر ان هو يتفاداها لحد ما بنشوف ان هو بيخش جوه اوضه في المتحف، والعفريت برضه بيخش وراه وبيقول له ان انا كنت قلت لك مش هتقدر ان انت تهرب مني. بس في اللحظه دي بنشوف ان البنوته ساكا هي والنمر بيكونوا وصلوا، وعلى طول بيرموا له السيف بتاعه مره تانية. والصدمه لما بنشوف ان ولدنا قبل ما يستخدم مهاره سيف الاعصار بنشوف ان الشيطان مره واحده اصلا بيكون حدف له حجر شيطاني، وده جوه المكان اللي بيتحط فيه الحجر السحري علشان يخلي ان هو ما يقدرش ان هو يلف السيف. بس ولدنا بنشوف ان هو بيقعد يقول له ان انا اصلا مش مهم معايا حركه سيف الاعصار، وان انا اقدر ان انا اهزمك باي طريقه انا احبها. وفعلا بنشوف ان العركه بينهم بتشتغل مره ثالثه، وحرفيا بنشوف ان هما الاثنين بيكونوا نازلين دبح في بعض، وبناخد بالنا اصلا ان هجمات العفريت ده بتكون اقوى من هجمات ولدنا يايبه. وبنشوف ولدنا بعد كده بيترمي على الارض والعفريت بيكون بيقرب منه علشان يخلص عليه. بس قبل لما العفريت يخلص عليه بنشوف ان النهار مره واحده بيكون بدأ ان هو يطلع، وبينعكس الضوء بتاعه على الحجر السحري اللي البنوته ساكا بتكون لابساه، وبنشوف ان هو بيكون طالع ناحيه الشيطان. وولدنا ساعتها بيعرف ان الخفافيش ما بتحبش النور، فولدنا على طول بنشوف ان هو بيمسك السيف بتاعه بيروح مكسر سقف المكان اللي هم موجودين فيه، كل ده بس علشان يدخل النور للمكان. والعفريت بنشوف ان هو بيكون مش قادر ان هو يقاوم ضوء الشمس، والحجر الشيطاني اللي كان محطوط في السيف بنشوف ان هو بيتكسر. وساعتها بنشوف ان ولدنا بيستخدم مهاره سيف الاعصار وبيهجم على العفريت، وبنشوف ان هو بيقدر ان هو يخلص عليه. فعلى طول بنشوف ان البنوته سايكه بتجري عليه وبتروح حضناه وبتقعد تطمن ان هو كويس وبخير. بس بنشوف ان ولدنا اصلا بيكون متضايق جدا وبيسيبها وبيمشي. وبعد كده هم قاعدين بياكلوا بيشوفوا على التلفزيون ان الولد الاجراني مارو شعبيته كانت بدات ان هي تزيد، وبدا ان هو يفتح محلات عليها الشعر بتاعه، وبيكونوا حاسين خلاص ان هو بدا ان هو يسيطر على العالم وان هم لازم يوقفوا بسرعه. وولد بنشوفه بعد كده بيكون قاعد بيتدرب وبيقول ان انا لازم اكون قوي جدا عشان انا لما اواجه الاجرع اونيمارو فانا اقدر ساعتها ان انا اهزمه. وبنشوف في التلفزيون ساعتها ان المذيع بيكون قاعد بيتكلم وبيقول ان في سفينه فضائيه بتكون طايره في الهواء، وبيعرفوا ان السفينه دي بتاعت الولد الاجرع اونيمارو، وبيقولوا ان هو ناوي ان هو يسيطر على المدينه كلها، وده كان بعد ما خلص على البرلمان. والاجرع اونيمارو اصلا بيكون قاعد بيهددهم وبيقول لهم يا كليبه انا الحاكم الجديد بتاعكم ولازم ان انتوا تسمعوا الكلام والاوامر يا شويه كليبه. وكل سكان المدينه طبعا بيكونوا متضايقين من التهزيء ده وبيقولوا له اصلا ان احنا ما بنحبكش وكمان مش معترفين بيك. فالاجرع طبعا بيكون متضايق جدا من الكلام ده، فبيوجه عليهم هجوم قوي جدا وبيديهم ضربه بسيف الرعد اللي معاه بيكسر عليهم مبنى التلفزيون.
وبتيجي بعد كده الشيطان العنكبوت وبتكون خايفة، وبيقول ساعتها إن الشيطان كان اتهزم على إيد ولدنا يايبة. وطبعا أونيمورو مش بيكون مصدق إن في واحد من الجنود بتاعته كانوا اتهزموا على إيد الصغنون يايبة، وساعتها بيسأله وبيقول له هم طالعين على فين دلوقتي؟ فالعنكبوت بتقول له إن هم طالعين على جزيرة اسمها جانزو، فبيقول له على طول إن أنت لازم تتحرك على الجزيرة دي قبلهم، ولازم إن أنت تصحي الساموراي الأسطوري قبل ما يوصلوا. وبتتنقل بينا الصورة وبنشوف ولدنا يايبة هو والشلة اللي معاه، وبيكونوا متحركين خلاص على الجزيرة اللي اسمها جانزو. والعجوز موساشي كالعادة بيكون عمال يفخمها في نفسه، وبيقعد يقول إن أنا كنت ساموراي مش إلي حل، وما كانش في حد في الكوكب ده يقدر إن هو يملى عيني. فولادنا بيقول له يا عم خلاص خلصنا، هما مش حكاية بقى، وإن إحنا كنا سمعنا القصة دي 3000 مرة فيها صواريخ. وبيسأله بيقول له هو أنت طالع على الجزيرة دي ليه؟ فبيقول له علشان أنا عاوز السيف الأسطوري بتاع الساموراي اللي كان موجود هناك. وبيقول إن السيف اللي هناك ده يعتبر إن هو أسطوري وممكن إن هو يتمدد. وبيقول إن أنا من 400 سنة كنت دخلت معاه أصلا في عركة، وقدرت إن أنا أهزمه في معركة قوية جدا مع إن هو كان معاه السيف الأسطوري. والعجوز بيقول إن أنا أصلا كان عندي خطة سرية علشان أقدر إن أنا أهزمه بيها، والخطة إن العجوز أصلا يتأخر عن ميعاد العركة علشان يستفز المقاتل ويخليه إن هو يتعصب علشان يقدر إن هو يطلعه عن تركيزه أثناء العركة ويقدر إن هو يخلص عليه. وبنرجع للشيطان العنكبوت بعد ما كانت وصلت قبلهم جزيرة جانزو، وبياخد ساعتها السيف بتاع الساموراي الأسطوري، وبيبتدي إن هو يجهز تعويذة علشان يرجعه للحياة مرة تانية. وبيدمج السيف ساعتها مع التعويذة الغريبة اللي هو كان عملها، وبيقدر عن طريق السيف ده إن هو يفتح بوابة زمنية وبيستدعي بيها الساموراي الأسطوري كيوجيرو. وفعلا بنشوف إن الساموراي بيرجع وبيكون متضايق ومتعصب على الآخر، وبيقول للعنكبوت هو أنت مين بالظبط؟ فالعنكبوت بتقول له هدي هدي يا رجال هدي، إن أنا أصلا أعتبر واحد من أتباعك وإن أنا كمان مش عدو ليك. وفجأة بيبص على الجهاز اللي معاه وبيشوف إن ولدنا هيبقى خلاص بيكون قرب على الجزيرة، فبيقول للساموراي إن أنت لازم تستخبى قبل ما أي حد يشوفك. وبيوصل ولدنا هيبقى هو وأصحابه للمقبرة بتاعت الساموراي، والساموراي ساعتها بيحس بالآلة العظيمة بتاعت الجد موساشي، وبيقول إن أنا آخر حاجة أنا كنت فاكرها إن العجوز موساشي كان وصل المعركة متأخر، وده كان خلاني إن أنا أتعصب وقدر ساعتها إن هو يهزمني. وبيكون متضايق جدا علشان هو كان خسر من إيد العجوز موساشي، بس العنكبوت ساعتها بتقعد تقول له إن أنت ما تتضايقش ولا تزعل، وإن الحوار ده كان حصل زمان، وإن أنا كنت جبته لك مرة تانية علشان تديم. وفعلا كيجرو بنشوف إن هو بيكسر التمثال وبيقول لموساشي إن أنا جيت يا ولا، وإن أنا جيت علشان أنتقم منك مرة تانية. وبيكونوا كلهم مصدومين إن هو رجع على قيد الحياة مرة تانية ومحدش عارف هو رجع إزاي. فالشيطان العنكبوت بتظهر وبتقول لهم إن أنا كنت اللي رجعته مرة تانية علشان بس إن أنا أخلص عليكم وأنتقم منك. والعنكبوت بتقعد تطلب من كيجرو إن هو لازم يخلص عليهم، وكيجرو بيكون عمال يدور على موساشي وبيقول إن أنا مش لاقيه. فموساشي ساعتها بيرد عليه وبيقول له يا معفن أنا واقف قدامك، أنت اتعميت يا ولا إيه؟ فبيتصدم ساعتها لما بيشوف ان موساشي بقى قزم وان هو شكله بقى شبه الكرومبا. فموساشي ساعتها برضه بنشوف ان هو بيقعد يتريق عليه وبيقول له ولا انت كمان عينك حمرا وباين عليك ان انت ما نمتش وتعبان بقالك 100 سنه. وعلى طول بنشوف ان هما الاتنين بيبرزوا السيوف وبيكونوا مستعدين للعركه، وفعلا بتدور ما بينهم العركه وبتكون قويه جدا، وكانهم صدقوا ان هم شافوا بعض مره تانية. وكيجري ساعتها بيستخدم مهاره التمدد في السيف السحري اللي كان معاه وبيكون عمال يهجم على الجد موساشي، بس السفاح موساشي بنشوف ان هو بيقدر ان هو يصد الضربه بتاعته. وبيقول له كيجري ساعتها ان انت لو كنت لسه شباب زي ما فانت كان زمانك قدرت ان انت تصد الضربه بتاعتي دي بكل سهوله. وبيكون لسه هيهجم على الجد موساشي بنشوف ان ولدنا هيبقى على طول بيخش العركه وبيقول له يا معفن انت لازم تبعد عن المعلم القزم بتاعي. فكيجري ساعتها بنشوف ان هو بيقعد يتريق على ولدنا يايبه وبيقول له واد عبيط قصير زيك هيقدر يعمل لي ايه؟ فولادنا يايبه على طول بنشوف ان هو بيهجم عليه وبيكون متعصب جدا من الكلام ده، بس كل ضربات ولدنا يايبه بنشوف ان كيجري الحيوان بيقدر ان هو يصدها وده بكل سهوله. ويايبه طبعا بيكون متفاجئ من القوه الكبيره اللي هو شايفها، وولادنا على طول بيقرر ان هو يستخدم مهاره سيف الاعصار بتاعته، بس على طول بنشوف ان كيجري بيستخدم مهاره تمدد السيف بتاعته وبيروح مطير السيف من ايد ولدنا يايبه. وكيجري بيقول له ان مهاره سيف الاعصار بتاعتك دي تنفع لو انا كنت عويل. وبيكون واقف قدام ولدنا يايبه وبيكون بيستعد علشان يستخدم تقنيه خاصه بيه، وكل ده علشان يخلص عليه. وفعلا بنشوف ان هو بينزل عليه الضربه قويه جدا، بس بنشوف ان الضربه الاولى اصلا بتكون خادعه عشان اتجاه السيف مره واحده بنشوف ان هو بيتغير وبيكون بيهجم عليه من الناحيه التانيه. وولدنا بيكون حاسس خلاص ان هو مستحيل يقدر ان هو يتفادى الضربه دي، بس الجد موساشي على طول بنشوف ان هو بيتدخل وبيديله بالرجل بيبعده في اللحظه الاخيره، بس واضح ان الولد كيجرو اصلا بيكون حاط ولدنا عيبه في دماغه وبيكون بيحاول ان هو يهجم عليه بضربه تانيه علشان بس ان هو يخلص عليه. وولدنا بيقول برضه ان الضربه دي ان انا مستحيل اقدر ان انا اتفاداها، بس بنشوف ان هو بالغلط بيخش في البوابه الزمنيه اللي كان هو مستدعي كيجرو منها،
وبنشوف إن ولدنا بيختفي وفجأة بيشوف نفسه إن هو نزل في عالم غريب جدا، وبيلاقي نفسه إن هو بيكون متحوط من عدد كبير جدا من الساموراي وكلهم بيكونوا عاوزين يخلصوا عليه علشان ولدنا النحس كان واقع بالغلط على دماغ الزعيم بتاعهم وبيكونوا لسه هيخلصوا عليه. فجأة بيظهر لهم ساموراي ملثم وبيقعد يقول لهم إن انتوا عيب جدا إن انتوا تهجموا على عيل صغير، وبنعرف إن الساموراي المتلتم ده بيكون هو الجد موساشي وده في عز شبابه. بس الحرس ساعتها أول ما بيشوفوه بيكونوا عارفين إن هو ساموراي قوي جدا، فعلى طول بيعتذروا وبيطلعوا يجروا، وولادنا على طول بيسألوا بيقول له هو أنت فعلا الجد موساشي؟ فالساموراي موساشي ساعتها بيكون مستغرب جدا منه بيقول له ولا هو أنت تعرفني؟ وساعتها الشيطان الدودة بنشوف إن هو بيقعد يقول له ولدنا يا هيبة واضح كده إن إحنا رجعنا بالزمن 400 سنة لورا. وهما ماشيين مع موساشي في المدينة بيعرف ساعتها إن ولدنا كان دخل البوابة الزمنية اللي الشيطان كان فتحها علشان بس إن هو يستدعي كيجيرو، فبيقول للدودة ساعتها ده معناه إن كيجيرو مش موجود. بس موساشي بنشوف إن هو بيقطع ولدنا يا هيبة وبيقول له إن الولد كيجيرو موجود وإن أنا عندي تحدي معاه وده كمان 7 أيام. وبيتصدموا لما بيشوف إن الولد كيجيرو بيكون خلبوص وبيكون واقف يتصور مع بنات كتير جدا. وأول لما كيجيرو بيشوف موساشي بنشوف إن هما الاتنين بيكونوا متعصبين على الآخر، وسكان المدينة بيكونوا حاسين إن التحدي اللي هيكون موجود كمان 7 أيام شكله هيبتدي دلوقتي. وبنشوف إن العركة بتشتغل وبيكون في لوح خشب في النص والاتنين بيقطعوا لوح الخشب ده لعصيان كتير جدا، وبنشوف إن العدد بيكون متساوي بينهم هما الاتنين وبيكون مكتوب عليها أساميهم. وقبل لما هما الاتنين يمشوا بنشوف إن هما بيقعدوا يتوعدوا بعض إن كل واحد فيهم هينتصر على التاني في العركة. وولدنا هيبقى ساعتها بيكون متحمس جدا وبيقول إن في خلال ال6 أيام دول فأنا لازم إن أنا أتمرن كويس جدا علشان أكون أقوى من الولد كيوجيرو. وبيوصل بعد كده مع جد موساشي البيت وبيقابلوا بنته اللي بتكون شبه البنوتة سايكا بالظبط. ولما بيكونوا قاعدين بالليل بنشوف الجد موساشي وهو قاعد بيتدرب وبيكون شكله ما بيهزرش. وولدنا هيبقى ساعتها بيعرف من بنته إن مفيش أي يوم بيعدي غير لما يكون الجد موساشي بيتدرب علشان بس يقدر إن هو يطور من المهارات بتاعته ويقدر إن هو ينتصر على الولد كيوجيرو. وبيروح ساعتها ولدنا هيبقى الموساشي وبيعرف إن هو بيتمرن علشان يقدر إن هو يصد التقنية السرية بتاعت كيوجيرو، وبتكون الهجمة السرية إن هو يهجم على الشخص من قدام. بس مرة واحدة بيغير اتجاه السيف بتاعه بالعكس وبيهجم على الشخص وبيكون عاوز إن هو يصيبه. وهيبقى ساعتها بيسأله وبيقول له وأنت خايف من العركة بتاعتك اللي هتكون مع الولد يوجيرو؟ فبيقول له ساعتها إن أنا عمري ما كنت خفت أبدا، ولو في حاجة أنا بخاف منها هي بس إن أنا أكون ما بتدربش بشكل كويس. وبيقرر ولدنا هيبقى إن هو لازم يتمرن مع ال6 أيام الجايين علشان يقدر إن هو يهزم الولد كيوجيرو وده لما يرجع للعالم بتاعه مرة تانية. وفعلا في خلال ال6 أيام بنشوف إن هو بيكون عمال يتدرب مع موساشي، وبتعدي ال6 أيام وبنشوف إن الولد موساشي بيكون متحمس جدا وده بسبب العركة اللي هيخشها. وموساشي بيقعد يقول إن أنا عندي خطة علشان أقدر إن أنا أهزمه بيها. ويبقى ساعتها بيقول له أيوه أنا عارف الخطة بتاعتك وهي إن أنت هتتأخر عن الميعاد علشان بس إن أنت تستفزه وتطلعه من تركيزه. فبنته ساعتها بتقول له إن أنا أبويا مستحيل إن هو يعمل كده علشان دي مش صفات الساموراي الكويس. وبيقرب ساعتها الشيطان الدود من ولدنا هيبة وبيقول له إن موساشي لازم ينتصر في العركة دي وده علشان نقدر إن إحنا نرجع للعالم بتاعنا مرة تانية والأحداث بتاعة الزمان ما تكونش اتغيرت. وبنرجع بعد كده للعركة اللي ما بين موساشي وكيجيرو في الوقت الحاضر وبيكونوا شغالين دب في بعض، وبينجح الولد كيجيرو إن هو يطير السيوف بتاعة الجد موساشي وبيكون بيستعد خلاص إن هو يقضي عليه وإن هو يفنشه. بس في اللحظة الأخيرة بنشوف إن في انفجار قوي جدا بيحصل وبنشوف إن في حد بيتدخل بيوقف الهجوم بتاع الولد كيجيرو. وبنرجع بعد كده للعالم اللي بيكون فيه ولدنا هيبة وبيقول له فعلا هو أنت مش ناوي إن أنت تتأخر عن العركة؟ فموساشي ساعتها بيقول له ولا عيب اللي أنت بتقوله ده وإن أنا مستحيل إن أنا أتأخر لأن الحركات دي مش من صفاتي أصلا ولا صفات الساموراي كويس. وبيسيبه وبيخش ينام علشان يستعد للعركة اللي هتدور. بس بتيجي بعد كده دودة الشيطانة وبتقول له ولدنا هيبة ايه رأيك في الهبل اللي انت هببته ده وان انت بكده فانت غيرت في احداث الماضي ولو وصل موساشي في ميعاده للعركة فهو ممكن يخسر قدام الولد كيوجيرو وبكده فاحنا مستحيل ان احنا نرجع مرة تانية للعالم بتاعنا. وفعلا بنشوف ان السيف بتاع ولدنا هيبة بيختفي وبنشوف ان ولدنا هيبة اصلا كان بدأ ان هو يتحول لحاجة شفافة وكان قرب ان هو يختفي هو كمان. فعلى طول بنشوف ان هو بيخش عند موساشي وبيقعد يقول له ان انت اوعى تنام لان النوم ما يعتبرش ان هو مفيد ليك ولازم ان انت تسهر معايا وانا هعمل حفلة عشان العركة بتاعتك بكرة. وبيفضل ولدنا هيبة ان هو يشربه لحد ما بنشوف ان موساشي بيتدرمغ وكل ده علشان يخلي ان هو يتأخر. بس لما بيحاول ان هو يصحي تاني يوم الصبح بنشوف ان هو بيكون نايم ومش قادر يصحى لان هو واضح ان هو كان تقل في الشرب امبارح. وبنشوف فعلا ان الولد كيجيرو بيكون متعصب جدا ومتضايق وكل ده عشان موساشي ما كانش وصل لحد دلوقتي وبيكون فاكر ان هو انسحب. وبيروح كاتب رسالة ساعتها وبيعلقها في السيف اللي معاه وبيفعل على السيف بتاعه بعد كده مهارة التمدد وبيوصل السيف بتاعه لحد بيت الجد موساشي. ولما ولدنا يبقى بيكون قاعد بيقرا الرسالة بيكون مكتوب فيها ان انت جبان جدا وان انت ما تستحقش ان انت تكون ساموراي. فولدنا يبقى ساعتها بنشوف ان هي بتجيله فكرة كويسة جدا وهي ان هو يتنكر على هيئة موساشي وبنشوف ان هو فعلا بيوصل عند كيجيرو وبيكون مغير تسريحة شعره زي الجد موساشي
وبيكون برضه واقف على عصيان خشب علشان بس يكون طويل شوية. وبنشوف إن ولد نايب على طول بيهجم، وساعتها كيجر بيكون بيستعد علشان يفعل التقنية السرية. وولدنا هيبقى ساعتها بيكون عمال يفتكر التدريبات بتاعت موساشي لما كان بيقول له ان انا مش عاوزك ان انت تخاف من الهجمه بتاعت كيوجيرو، ولازم ان انت تقرب منه بسرعه جدا علشان تقدر ان انت تصد الهجمه بتاعته. بس ولدنا هيبقى برضه بنشوف ان هو بيكون متردد وخايف وما بيقدرش ان هو يصد الهجمه بتاعته، وبنشوف ان هو بيتهبد على الارض. ولما كيوجيرو بيكون مستعد علشان يخلص عليه ويفنشه، بنشوف ان هو بيطلع السيف بتاع ملك الرعد وبيصد الهجمه بسرعه. وكيوجيرو ساعتها بيستخدم مهاره التمدد بتاعت السيف بتاعه وبيكون عمال يهجم على ولدنا يايبا، ويايبا بيكون عمال يتفادى الهجمات بتاعته بكل صعوبه. بس كوجيرو بينجح ان هو يكسر العصيان الخشب اللي ولدنا اصلا كان واقف عليها، وقبل لما يخلص عليه بنشوف ان موساشي بيوصل وبيصد هجومه. وولدنا يايبا بيكون فرحان جدا عشان اخيرا موساشي كان وصل. وكوجيرو ساعتها بيكون مصدوم جدا وبيقول هو ازاي في اتنين موساشي، واحد كبير وواحد صغير؟ فموساشي ساعتها بيقول له ان انا ولا الخصم بتاعك، وفعلا بنشوف ان في عركه قويه جدا بتدور ما بينهم. ولما كوجيرو ساعتها بيستخدم مهارة تمدد السيف السحري، بيتفاجئ ان موساشي كان نط في الهواء وان هو واقف على السيف بتاعه، وده خلى ساعتها ان كوجيرو يكون متعصب جدا وبيبتدي ان هو يستخدم المهارة السرية بتاعته. بس بجد موساشي بيكون مستعد لها كويس جدا وبيقرب منه بسرعة شديدة جدا، وبيقدر ان هو يتفادى الهجمة بتاعته، وبعدها بيديله ضربة قوية جدا بالسيف الخشب اللي معاه، وبنشوف ان هو بيخلص عليه. وبعد لما الولد كوجيرو بيقع بنشوف ان البوابة الزمنية بتفتح مرة تانية، وعلى طول بنشوف ان ولدنا هيبقى بينط جواها، وده علشان يرجع للعالم بتاعه. وطبعا ولدنا هو السبب في الانفجار اللي كان حصل في العالم بتاعه، وكان اتدخل في اللحظة الأخيرة علشان يقدر إن هو ينقذ الجد موساشي. وكوجيرو بيقول له إن أنا مستغرب يا ولد إن أنت رجعت مرة تانية، وأنا كنت فاكر إن أنت أصلا خلعت وهربت ونفدت بجلدك. بس ولدنا بيقول له مين ده اللي يهرب يا ولا؟ ده أنا مفيش مني اتنين، ده أنا أقوى سبعة في السابع. وبنشوف إن ولدنا بيطلع يهجم عليه بكل قوة وبيدور بينهم عركة قوية جدا، وموساشي بيتصدم لما بيلاقي إن مستوى ولدنا هيبقى أصلا كان اتطور. وبعدها كوجيرو بنشوف إن هو بيتعصب فبيستعمل مهارة التبدل السحري بتاعت السيف بتاعه، وبينجح ساعتها ان هو يوقع ولدنا يبقى على الارض، وبيقرب منه بيقول له ولا انا قلت لك يا ولا ان انت مستحيل ان انت تقدر ان انت تهزمني يا معفن. وساعتها بنشوف ان الجد موساشي بيكون عمال يطلب من البنوته ساياكا ان هي لازم تديله الحجر السحري بتاع سيف ملك الرعد، بس بتقعد تقول له ان هي خايفه جدا ان ولدنا يتحول لشيطان، وان هي ساعتها محدش يقدر ان هو يتحكم فيه. فالجد موساشي بيقول لها دلوقتي ان ولدنا هيبقى مستوى ارتفع جدا واكيد هيقدر ان هو يتحكم في سيف ملك الرعد كويس. وفعلا بنشوف ان هي بتروح حادفه الحجر السحري عليه، وبالله ان ولدنا هيبقى خلاص بيكون مستعد ان هو يحرر قوه السيف بتاعت ملك الرعد، وبتطلع ساعتها طاقه قويه جدا. وبنشوف ساعتها ان ولدنا هيبقى اصلا بيكون عمال يقاوم نفسه علشان ما يتحولش لعفريت، وفعلا ولدنا السفاح بينجح ان هو يسيطر عليه وبيقدر اخيرا ان هو يتحكم في السيف لوحده. وكيجر المعفن بيكون عمال يتريق ويتنمر على ولدنا هيبه وعلى السيف بتاعه، وبيقول له ولا معفن ان القوه اللي معاك دي تعتبر ان هي مؤقته. بس ولدنا هيبه بنشوف ان هو بيطلع له ضربه قويه جدا من سيف ملك الرعد، وكيجر بيكون متفاجئ جدا من قوتها، وساعتها بيستخدم مهاره التمدد بتاعت السيف بتاعه. بس اول ما السيف بتاعه بيلمس سيف ملك الرعد بنشوف ان هو بيتكهرب، وكيجر بنشوف على طول ان هو بيتعصب وبيهجم على طول بكل قوته. بس ولدنا السفاح بنشوف ان هو بيشحن طاقه كبيره وبيروح مديله ضربه قويه جدا، حرفيا بنشوف ان هو بيطيره، لدرجه ان ولدنا الصغنون اصلا مش بيكون مصدق قوه السيف اللي معاه، والسيف بيكون عمال يطلع طاقه رعديه في كل اتجاه. فجد موساشي بيقول له يا غبي لازم ان انت تشيل الكره السحريه اللي موجوده جوه السيف بتاعك. وفعلا اول ما ولدنا بيشيلها بنلاقي ان قوه الرعد كانت اختفت وولدنا رجع لحالته الطبيعيه. وموساشي بيقول ان سيف ملك الرعد بيستنفذ طاقه اي حد لما يحاول ان هو يستخدمه. وبنشوف ان كيجر بعد كان اترمى في الحيطه بيكون متضايق جدا علشان هو اتهزم، وبيكون عمال يتوعده ان هو لو قابله مره تانية فهو مستحيل ان هو يخسر منه. وبنرجع للاجراء اونيمارو وبنشوف ان هو بيكون عمال يكرم بروفيسور بيكون اسمه كانابو علشان بس ان هو يساعده ويقدر ان هو يرجع له سيف ملك الرعد. والبروفيسور ساعتها بيقول له اجرا ما تخافش، طول ما انا معاك ما تقلقش ان انا عندي ذكاء خارق واكيد اقدر ان انا اساعدك. وفي نفس الوقت بنشوف ان الشيطان العنكبوت بيوصل وبيكون ساحب في ديله الولد كيجر المعفن وبيقول له ان احنا اتهزمنا من يايبا. فاونيمارو ساعتها بنشوف ان هو بيقعد يكلم كيوجيرو وبيقول له اولا ان انا عاوزك ان انت تكون تابع ليا واكيد ساعتها هخليك ان انت تنتقم من ولدنا يايبا. بس كيوجيرو على طول بنشوف ان هو بيرفض ان هو يكون تابع للاجراء اونيمارو. بس بعد ما الشيطان العنكبوت بيقول له ان انا كنت عملت احصائيه مين هو اقوى اصلا ساموراي، طلع الساموراي الاقوى هو يايبا. فانت كده يا ريس فانت سمعتك بقت زباله ومحدش اصلا هيبص في وشك. فساعتها بنشوف ان هو بيوافق ان هو يساعد الولد الاجرع اونيمارو، وكل ده بس علشان يقدر ان هو يهزم ولدنا يايبا ويقدر ان هو يرجع كرامته اللي كانت اتبعترت. وبنشوف ان هم بيكونوا رجعوا البيت البنوته سايكا بعد كده، وابوه وامها بيكونوا فرحانين جدا ان هم اخيرا شافوا وش البت دي. بس الصدمه اول ما بيشوفوا ان في كائنات غريبه اصلا بيخش معاها البيت زي شيطان الضفدع وشيطان الدوده ومحدش بيكون فاهم مين دول. وجدة البنوته سايكا بنشوف ان هي
بتكون عمالة تزعق وبتقول لها: يا معفنة يا معفنة، أنا قلت لك إن أنتِ أصلًا تيجي لوحدِك، وإن أنتِ أصلًا كمان ما تجيبيش أي حد معفن معاكِ. بس بتقول لها إن أنا معايا السياف اللي مش له حل، موساشي الجبار. فأول ما بتشوف إن هي بتقعد تتنمر عليه، وبتكون مش متخيلة إن ده أصلًا شكل السياف الشهير، وبتقعد تقول إن ده زمان أصلًا كان الساموراي المفضل بتاعي. بس ولدنا هيبقى بنشوف إن هو بييجي بيقول لها إن هو طبيعي إن شكله يتغير مع عدى 200 سنة يا عجوزة. وولدنا هيبقى أول ما بيخش الأوضة بتاعته بنشوف إن هو بيتفاجئ علشان كيجرو أصلًا بيكون موجود جوه، وبيقعد يقول له: يا عم أنت بتعمل إيه؟ أنا مش لسه حاطط عليك هناك. فكيجرو بيقعد يقول له إن أنا مش جاي أصلًا علشان أتقاتل معاك، وإن أنا بس جاي علشان أكون صاحبك. وبنعرف إن كيجرو أصلًا بيكون عامل إن هو طيب وغلبان، وبيكون بيحاول يبين إن هو صاحبهم، بس هو أصلًا بيكون بيدور على فرصة مناسبة بس علشان يقدر إن هو يسرق سيف الرعد. ولما بيقعدوا كلهم ياكلوا مع بعض بنشوف إن البنوتة سايكا أصلًا بتكون عمالة تحكي لجدتها عن الحوارات الكتيرة اللي ولدنا هيبقى كان عملها، وقد إيه هو كان اتطور وبقى ساموراي سفاح. وفعلًا الجدة بنشوف إن هي بتتفاجئ بسيف ملك الرعد اللي أصلًا ولدنا بيكون رابطه على ضهره، وبتقعد تقول إن ما حدش يقدر إن هو يشيله أو يتحكم بيه إلا إذا كان عنده قوة كبيرة جدًا. ولما موساشي بيحس إن ولدنا هيبقى أصلًا كان بدأ إن هو يتغر على الآخر، بيقول له: يا واد يا فسفس، أنت لحد دلوقتي لسه عيل كحيان وما قدرتش أصلًا إن أنت تسيطر عليه بشكل كامل. وبيقعد يقول له إن أنت لازم تقعد تتعلم تقنيات جديدة علشان تقدر تكون الساموراي الأفضل. وده طبعًا بنشوف إن هو بيضايق الولد كيجرو جدًا، وبيقعد يقول إن أنا لازم آخد السيف ده في أسرع وقت قبل ما ولدنا هيبقى أصلًا قدراته تتطور، وإن هو ساعتها مش هيقدر يهزمه. والجد موساشي بيبتدي مع ولدنا هيبقى التدريبات الخاصة اللي هو كان عاوز اللي هو يعلمها له، وأول مهارة بنعرف إن هي بتكون مهارة التسلل. بس للأسف بنشوف إن هما الاتنين بيفشلوا فيها علشان الجد موساشي بالغلط بنشوف إن هو بيدوس على جذع شجرة، والبنوتة ساكا بتقدر ساعتها إن هي تعرف مكانهم. وفجأة ولدنا هيبقى بنشوف إن هي بتجي له فكرة تقنية جديدة، فبيجري بسرعة علشان يجربها. والتقنية دي بتكون إن ولدنا أصلًا يحط كشاف مكان الحجر السحري، وساعتها يحطه في وش أي حد أصلًا هو يخش معاه في عركة، وبكده فهو بيفقد تركيزه أثناء العركة. بس بنشوف إن الجد موساشي أصلًا بيقعد يزعق له وبيقول له: يا عبيط، أصلًا الكشاف والنور ده بيشتغل بالليل بس مش هيعمل أي حاجة في النهار علشان مش هيأثر على الناس. وبنشوف ولدنا هيبقى أصلًا بيكون مكتئب وعمال يدور على أي تقنية جديدة يقدر إن هو يتعلمها، وبيكون أصلًا بيرفض إن هو ياكل أي حاجة من إيد البنوتة ساياكا، وده لحد بس ما هو يتعلم أي تقنية جديدة. وفجأة وهو قاعد لوحده بياخد باله إن السما أصلًا بتكون عمالة تبرق وترعد، فبيتبسط جدًا وبيقول: هي دي التقنية الجديدة اللي أنا لازم أتعلمها. وتاني يوم بنشوف إن هو بيقابل الجد موساشي وكيوجيرو، وبيقول لموساشي إن أنا كنت اتعلمت 3 تقنيات جديدة وأنا واثق إن هم هيعجبوك كلهم. وأول تقنية ولدنا أصلًا بنعرف إن هو بيكون عمال يحدف عليهم سكاكين كتير، بس موساشي بنشوف إن هو بيضربه وبيقعد يزعق له وبيقول له: يا معفن، دي تقنية فاشلة. وبنشوف إن هو بيخش على التقنية التانية، وبنشوف إن هو بيكون أصلًا عامل زي النحلة وعمال يلف بالسيف. بس العبيط طبعًا مع الوقت بنشوف إن هو بيحس بدوخة، والهبل بيخبط في الحيطة وبيقع على الأرض. وكيجرو أصلًا بيحس إن تقنيات ولدنا دي تعتبر حاجة عبيطة، وبيقرر ساعتها إن هو يسيبه ويمشي. بس ولدنا بينادي عليه وبيقول له إن أنت لازم تتفرج على التقنية التالتة بتاعتي اللي مش لها حل. ومرة واحدة بنشوف إن هو بيهجم عليه بسيف ملك الرعد، وكيجرو بيتفاجئ لما بيلاقي إن السيف بتاع ولدنا هيبقى بيكون بينور في الهجوم، والضربة بتاعته بتكون قوية جدًا. وولدنا أصلًا بيكون سمى التقنية دي بقطع البرق، والجد موساشي أصلًا بتعجبه التقنية دي جدًا، وبيقول إن ولدنا هيبقى ده شكله ييجي منه، وإن هو مع التدريبات المستمرة فهيقدر أكيد إن هو يتقن التقنية الجامدة دي. وبياخدوا الجد موساشي بعد كده علشان يدرب ولدنا هيبقى على التقنية دي، وبيكون بيحاول إن هو يقطع عيد من الخيزران، وده لأكبر عدد كبير جدًا من القطع علشان يقدر إن هو يتعلم التقنية الجديدة دي بشكل أحسن. وكيجر بنشوف إن هو أصلًا بيكون عمال يراقبهم من بعيد، وبيقول أكيد ولدنا هيبقى مع الوقت فهو هيحس بالتعب والإرهاق، وساعتها هاقدر إن أنا أسرق السيف بكل سهولة. وبيعدي شوية وقت وبنشوف إن ولدنا بقى سفاح وبيقدر إن هو يقطع عيدان الخزران وده لعدد كبير جدًا، وبيكون قاعد أصلًا بيشرب مَيّة وبيريح شوية. فكيجر بنشوف إن هو بيحاول إن هو يستغل الفرصة دي، وبيكون عمال يتسحب علشان يقدر إن هو يسرق السيف، بس أصلًا بيتفاجئ إن ولدنا عنده عينين فاقفة وبيقدر إن هو يشوفه، وبيقول له: يا معفن، أنت بتعمل إيه؟ وبيخرج ولدنا هيبقى بعد كده مع والدة البنوتة ساياكا علشان يشيل لها بس شوية حاجات من السوق. وكيجر برضه بنشوف إن هو بيكون بيراقبه وبيحاول إن هو يستغل الفرصة علشان يسرق السيف، بس والدة البنوتة ساياكا بنشوف إن هي بتلاحظه وبنشوف إنها بتخليه يشيل معاهم. وبعدها كيجر بيقرر إن هو ياخد ولدنا أصلًا لحمام بخار علشان بس ولدنا يقلع هدومه وإن هو يسيب السيف لمكان بعيد، بس بيتفاجئ إن ولدنا أصلًا في حمام البخار بيكون رابطه على نفسه. وبعد كده البنوتة ساياكا بتشوف على التلفزيون إن اللاجرة أونيمارو كان بدأ إن هو يسيطر على أماكن كتير جدًا، وإن بالمنظر ده فنفوذه يعتبر إن هي عمالة تزيد ومحدش هيقدر إن هو يوقفه بعد كده. فولادنا هيبقى بنشوف إن هو بيكون متعصب جدًا ومتضايق، وبيقول إن أنا لازم أتعلم التقنية الجديدة عشان أقدر إن أنا أوقف اللاجرة أونيمارو وأقدر إن أنا أهزمه في أي عركة لو قابلته. فكيجر بيقرر إن هو يمرن ولدنا يايبا وده على التقنية الجديدة بتاعته
علشان بس إن هو يخلّيه يتعلّمها بسرعة، وفعلًا بنشوف إنه كيجيرو وإيبو بيبتدوا إن هم يخشوا في حركات كتيرة مع بعض، علشان يقدر ولدنا إن هو يتعلّم التقنية بتاعته، بس كيجيرو المعفن أصلًا بيكون هدفه إن هو يهزم ولدنا يايبا، وكل ده بس علشان يسرق السيف بتاعه، ويايبا بيكون فرحان جدًا بالتدريب ده مع كيوجيرو، وكيوجيرو ساعتها بيحس إن ولدنا كان بدأ إن هو يحس بالإرهاق، وبيقرر إن هو يستخدم التقنية الخاصة بتاعته، وبيتفاجأ ولدنا أصلًا إن كيوجيرو بيكون بيستخدم التقنية الخاصة بتاعته، وبيكون بيحاول إن هو يخلّص عليه، بس ولدنا السفاح بيلاقي طريقة علشان يقدر إن هو يوقّف التقنية بتاعته، فكيجرو بيتفاجئ إن هو قدر إن هو يوقّف هجمته ده بكل سهولة، وبعدها ولدنا يبقى بنشوف إن هو بيهجم عليه بالتقنية بتاعته اللي بيكون أصلًا اسمها قطع البرق، وبنعرف إن هي بتكون هجمة قوية جدًا، بس كيجرو بيقدر إن هو يتفاداها في اللحظة الأخيرة، وولدنا بيكون مبسوط جدًا وبنشوف إن هو بيكون عمّال يتنطط علشان قدر إن هو يتقن التقنية الجديدة، وبيقول إن هو يقدر يهزم بيها الأجرع اونيمارو، وكيجرو طبعًا بنشوف إن هو بيكون متضايق جدًا، علشان هو العبيط اللي كان السبب أصلًا في تعليم ولدنا التقنية الجديدة دي، وبيقول بدل ما أنا اللي كنت هاخلّص عليه وآخد سيف ملك الرعد، فأنا دلوقتي اللي علّمته تقنية جديدة، وبنشوف إن هُم بيقعدوا مع بعض علشان يحطوا الخطة الجديدة بتاعتهم، علشان بس إن هو يهجموا على الأجرع اونيمارو، وبيقعدوا يقولوا إن البوابة الرئيسية مليانة شياطين كتير، وأكيد ساعتها مش هنقدر إن إحنا نهجم من ناحيتها، ولازم إن إحنا ندوّر على مدخل تاني عشان نخش القصر بتاعه، وبعدها على طول بنشوف إن هُم بيتحركوا ناحية القصر بتاع الأجرع اونيمارو، بس المصيبة اللي إحنا بنشوفها إن الشيطان العنكبوت أصلًا بيكون عمّال يراقبهم من بعيد، ونيمارو أصلًا بيكون عارف إن هُم جايين عنده، وبس كده يا سيدي يبقى كده خلص ملخصنا لحد هنا، ما تنساناش بلايك وشير، ولو بتتفرج عليَّ لحد هنا ما تنساش تكتب لي 50.